احنا النهارده الحلقة الثالثة بمناسبة ان احنا خلاص داخلين على عرض باكلاش، فقلنا ان احنا نفتكر عروض باكلاش قديمة، ايه كان احسن عرض فيهم. ودورنا ولقينا ان الناس كلها اتفقت ان باكلاش 2007 هو احسن عرض حصل في تاريخ العرض اللي اسمه باكلاش. ف يعني تقدر تتفق مع المعلومة دي ولا لا عاصم؟ اه تقريبا يعني. انا مش فاكر ان في عرض باكلاش تاني بنفس الجودة بتاع باكلاش 2007. على الاقل هو واحد من احسن العروض يعني. كان في احسن. ممكن تفتكر ماتشات انت فاهم في عروض باكلاش، انما عرض كامل على بعضه ماسك هقول نفسه. لك على حاجة هقول لك على حاجة قول. في عرض تاني غير 2007 2004. دول احسن عرضين باكلاش. معرفش اذا آه كنت فاكر انا باكلاش 2004 ولا لا. انا 2007 بالنسبه لي احسن علشان ماتشين المين ايفنت. ما هو ماتشين الماتشين الجامدين برضه في باكلاش 2004 كانوا جامدين برضه. ماتش راندي وكاكتوس جاك. والمين ايفنت كان اعاده بتاعت ريسلمانيا بتاع بينوا وشون مايكلز وتريبل اتش. اه، افتكرت. وعلى فكره وعلى فكره الماتش التاني بتاع باكلاش ده مش بنفس مش طبعا زي الماتش الاولاني بتاع ريسل. الماتش الاولاني بتاع ريسلمانيا ده من احسن 10 ماتشات. والله يا صاحبي يعني انا 2007 بالنسبه لي كان حلو ماشي، وكان احلى بالنسبه لي بسبب الاتنين من ايفنت بتاع باتيستا واندرتيكر، والمين ايفنت بتاع مايكلز وسينا واورتن وايدج. يعني الاتنين دول ايوه. الماتشين دول كانوا بصراحة بصراحة كانوا حلوين قوي. هما العرضين يعني متقاربين، يعني انت ممكن تقول ده او ده عادي، ما فيش مشكله. اه، ممكن تاخد ده احسن واحد وده احسن واحد عادي، بس هما الاثنين يعني. باكلاش 2004 كان حلو، وباكلاش طبعا 2007 كان حلو. حلو. خلينا بقى ايه نبدأ واحدة واحدة كده، نتكلم عن الماتشات اللي كانت في العرض ده. الكارد بصراحة بتاعه كان بالنسبة لي حلو جدا، بالذات آخر ماتشين. يعني انت عندك أول ماتش فيه كان ماتش تاج على أحزمة تاج. كان الهاردي بويز بيلعبوا لانس كيد وتريفور موردوك. بص الماتش ده عجبني علشان لما رجعت شفت تاني قدرت اكتر البرايم بتاع الهاردي بويز. الناس دي في البرايم بتاعها كانوا فشاخ بصراحة. وده حتى مش البرايم بتاعهم، يعني البرايم بتاعهم كان في اوائل الالفينات بقى، في الماتشات التي ال سي اللي كانوا بيعملوها مع الدودلي بويز، مع ايدج وكريستيان والناس دي. بس يعني لا هم ج- بصراحة يعني 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 لحد 2009 كانوا كويسين، بعد كده الدنيا باظت لا، بقى. بس هم بعد كده من اول 2008 وانفصلوا بقى، وبقى لان جيف هاردي بقى حاجه كبيره، انت فاهم. يعني جه فتره في 2008 كان جيف هاردي كان هو تقريبا مم. اكتر مصارع مشهور في الاتحاد. بالظبط، 2008 2009 مش ببالغ. كلها بتاعته. ايوه، مش ببالغ. 2008 حرفيا كان جيف هاردي ما فيش حد في الاتحاد ده كان بياخد يعني فاهم التفاعل مع الجمهور او الشهرة اللي هو واخد اكتر من بالظبط. سينا واكتر من راندي وتريبل اتش واندرتيكر وشوم واكتر من اي حد. لدرجة ان هم يعني كسبوه الدبليو دبليو اي، حزام ايوه. الدبليو دبليو اي في الاخر. فاهم؟ اللي هو مش عشان هم عايزين يكسبوه، انت فاهم، لان هو مش من نوعية الناس اللي فينس بيحبها ولا عايزها تبقى بطل ولا بتاع، انت فاهمني. لا هو بص، بس هو اللي هو ايه. رحلته للحزام عاملة زي رحلة كوفي كده، اللي هو ايه فينس برضه ما بيحبش كوفي، ما بيحبش الناس الرفيعة ولا اللي أحجامها صغيرة والكلام ده لا كله، بس بس لقى تفاعل بس الجمهور فالموضوع بقى غصب عنه. لا بس كوفي كانت حاجه تانية. كوفي كان واحد بقاله في الشركه ما اعرفش 20 سنه باين ولا 15 سنه ولا اكتر، كان فاللي هو بقى زي مكافاه كده، كان انت بقاله عشر فاهم. سنين ساعتها اه. لا اكتر، ده كوفي من يعني من اكتر كمان من 10 سنين. فهمت. يعني كوفي بادئ 2006 2007 2005 حاجه زي كده. احنا عرفنا وماشي، كوفي قوي في 2008 2009 كده. بس هو كان موجود قبليها. هو اه انت اه، بس فاهم، احنا حتى عرفناه اكتر في حتى 2009 واول في عداوته مع راندي. وحتى واول ما طلع حتى كان بيتكلم بلكنه اللي هي بتاع الناس بتاع جايه من جامايكا. جامايكا، على اساس ان هو ايوه. اه
مش فاكر انت حوار لما تريبليتش سف عليه سف عليه سفف ايوه. عليه في الحوار؟ فهو كان موجود قبليه، انت بدات تعرفه قوي في 2008 2009، لكن هو كان موجود قبلها بسنه سنتين كمان، ايام ما كان لسه ايه فاكر نفسه جاي من جامايكا والعبط ده. ايوه بالظبط. لا بص فكوفي الماتش كان ده لما كان وصل للمنيا، كان بقاله مثلا 13 14 سنه، فاللي هو ايه، وخلاص كان وصل 40 سنه ولا حاجه، 40 سنه، كان حاجه ايوه. 40 سنه بقى، فاهم؟ فاللي هو هو كان ايه كان الشركه كان الشركه 10 بتكافئه. سنين او اكتر، بس هو تقريبا 10 سنين اه، تقريبا. فالشركه كانت بتكافئه، انت فاهم اللي هو ايه، هندي لك ايه. لا وكانت هن- مكافأة ايه ده بعد ما كسبوا من دانيال براين، ده كسب اورتن. يا عم انت ده اورتن قعد انت حوالي فاهم. 5 سنين ما بيعملش حاجه غير ان هو يقعد يصعد في الناس دي، بالظبط. من اول وفي بريد اوفر، الاخر، لا وفي الاخر خسر مرورا الحزام برينس. بطريقة كوميدية فشخ. اكتر طريقة اه عبثية انا شفتها في الحياة. لا وغير كده يعني يعني انت بتتكلم في كوفي قبلها جندر، فاكر جندر لما كسب اه الحزام من يا اورتن برضه؟ لهوي. الفترة بتاعت وبعد جندر دي انا كده ما كنتش بطيقها انا اه يوم. انا الماتش بتاع سماك داون اللي كان قبل سرفايفر سيريز، وكانوا عمالين يعرضوا ان الفيديو باكج بتاعت سرفايفر ان ليزنر هيلاعب جندر، وانا عمال اقول وربنا الماتش ده ما هيتلعب، الماتش ده باي شكل من الاشكال مش هيتعمل. ولما لقيتهم في هو دي في سماك داون بتاع اللي كان مش فاكر كان في مانشستر ولا لندن ساعتها، وحطوا ماتش ايجي ستايلز وجندر، قلت ستايلز هيكسب علشان ده الماتش اللي هيبيع. يا ابني ده كان واحدة من العبثيات بتاعت فينس، ان هو يخلي جندر ده بطل WWE، يعني ده قال كان لك عبث يعني. علشان نجذب جمهور الهند. هو بيحب جمهور الهند من ايام جريت كالي يا اسطى، ما كانش بيعرف ايوه. يتحرك بس كسبوه الحزام برضه، اللي هو انت فاكر فاهم. فاكر الاعلان اللي كان بيطلع في رو كل اسبوع يقعد يقول لك فير ماهان از كومينج، فير ماهان از كومينج. هو الجمهور الهندي عنده حاجه انت لو بصيت على فكره على اليوتيوب ده هتلاقي فيديوهات كتير قوي في التوب بتاع جريت كالي وجندر مهال اه يعني اه الناس اه. الهنود بيحبوا بيحبوهم المصارعه فشخ. وبتاع. ماجندر محل اه راح عمل اتحاد هناك، عمل اتحاد هناك وهم وقاعد بيكلم الناس بتاعة و... الانديز و... بيجوا يلعبوا ماتشات فيه. وده بما ان الهند كبيره، انت فاهم، معرفش 300 مليون باين ولا معاك قد ايه. يا ابني 2 مليار فهو عايز باين. داخلين في 2 مليار اه تقريبا. حاجه شبه الصين كده، حاجه زي اه. كده. فاللي هو ايه عايز يجذب الجمهور ده يا راجل، ده يوم WWE على النتفليكس فتحوها في الهند، ودوا دوم وليف وقعدوا لفوا هناك وعملوا سيشن وبتاع ايوه. عشان اللي هو عشان يروجوا للموضوع، انت فاهم. هو يعني حرفيا بعت لهم اتنين عشان اللي هو الناس تتفرج، انت فاهم. ايوه بالظبط. فهو انا فينس انا كان مهووس الماتش ده بتاع التاك تيم ده بتاع هارديز ولانس كيد وتريفر موردوك. بص التيم بتاع لانس كيد وتريفر موردوك ده يعني ده تيم عبث برضه. يعني لانس كيد ده الله يرحمه مات في 2010 خلاص، ده الله يرحمه. ترافيس موردوك ده لسه معتزل الاسبوع اللي فات تقريبا، الراجل ده داخل على الستين، كسر الستين حاجه كده. ده اصلا يعني انا عارف ان انت مش جيك قوي في الاتحادات الانديز والكلام ده كله، بس الراجل ده كان لسه بيلعب في ان دبليو اي لحد دلوقتي. وبرضه ما لا عادي كانش ما دلوقتي بقى كانش سنجل ريسلر خالص، برضه كان تاك تيم. اه انت فاهم لا ما عادي دلوقتي ان المصارعين يوصلوا لل 60 وبتاع، ما فلير برضه قاعد يصارع وهو حاجه و60. ده ستينج فلير يا عم لسه ستينج لسه معتزل من سنتين باين، وهو بقى 70 سنه باين اه. زي لا كده. ده ريك فلير ده ماتش العرض بتاع ماتش اعتزاله ده كان كوميدي. ده انا شفت الهايلايتس بتاعته كوميديا. لا سيبك من الماتش ده الاخير، انا عور بتكلم على نفسه في الماتش. الماتش عافية، انت فاهم. لا لا ما هو ريك فلير كان بيعور نفسه في البروموهات عادي. ايوه. ده الطبيعي بتاعه. لا انا بتكلم على الماتش الاعتزال بتاعه في الدبليو دبليو اي قصاد مايكلز في ريزلمانيا. اه كان ساعتها برضه 60 سنه تقريبا او كان حاجه 60 زي او سنة حاجه اه. و60 سنه. اه حاجه زي كده. ف... فعادي يعني ان الناس تتصارع لحد 60 وبتاع، لا ما بس ما موردوك بقاش ده حاجه. اصلا لما انا كان عايز في اقول لك دبليو دبليو اي جسمه كان صعب. يعني اصلا كان راجل لا كبارة وجسمه صعب. فانت تخيل بقى راجل كبارة وجسمه صعب وبقى اتخن ولسه في ان دبليو اي لحد دلوقتي كانوا بيدوا له دفعات. انت متخيل احنا كنا فين؟ لسه
لسه شاب يا كابتن، لسه قدامه سنة سنتين على الاعتزال ايوه. لسه. اقول لك اتحاد ان دبليو اي ده، انت لو اتفرجت عليه، بص انا مش عارف انا بعمل في نفسي كده ليه، بس في 3 اتحادات انديز انا بدات اتابعهم دلوقتي بسبب تشانل على يوتيوب اسمها مانكايند. ماشي. الواد ده بيجيب العروض الاسبوعيه بتاعتهم ويلخصها ويقعد يسف عليها. فايه بقى، بيجيب ان دبليو اي والاتحاد بتاع فينس روسو اسمه جيجلو. انت فاهم. ده من واتحاد. الاسم واضح ان هو عبث يعني. ايوه. الاسم لوحده يا واضح. معلم الاتحاد بتاع فينس روسو لوحده كده، انت فاهم. الناس اللي فيه، اصغر واحد فيهم عنده 55 سنة. كانوا جاب عاملين اصحابه اللي في الدبليو، في كانوا الدبليو عاملين سي يا دبليو معلم يعمل ايه، لهم بص. اتحاد. يا معلم جيكلو دول كانوا عاملين حركة فشيخة. جم ايه يا معلم قبل ليلة راس المنيا الأولانية، قالوا احنا هنعمل عرض في فيجاس، انت عارف بتاع ده المدينة اللي بيبقى فيها راس المنيا في نفس اسبوع راس المنيا. كل اتحادات الانديز بتعمل عروضها هناك، بحيث ان هي تبقى ايه، واخدة حتة من التورتة بتاعت جمهور راس المنيا. فراحوا يا معلم عملوا العرض ايوه. امتى؟ قبل ليلة راس المنيا الأولانية ب6 ساعات. وعملوا عرض مدته 6 ساعات. ليه؟ هدفهم ايه بقى؟ مش ان هم يجيبوا الجمهور، لا. هم عايزين الناس تمشي من الشو بتاعهم نايمة، فما تروحش تحضر راس المنيا. جايين يفضلوا يعني. ايوه والله العظيم. في اتحاد بقى كوميدي اكتر اسمه ميستري ريسلينج. تمام. ده بقى ده انت عادي، في واحد هناك اصلا اسمه انفيزبل مان. فده واحد بيخش يصارع على المزيكا بتاعت جون سينا، اللي هو يو كانت سي هيم اصلا بقى. وخش بقى في واحد عمال بيتشقلب وبيعمل ان هو بيتضرب والكلام ده كله، ما تفهمش ليه. وفي ماتشات فيه سلو موشن، المصارعين بيلعبوا ماتش سلو موشن. انا جريت كالي يعني بيتحرك عادي من لا كده ابطأ من بصراحة. جريت كالي كمان. انا كمان ت... في حاجة ت... أبطأ من جريت كالي يا راجل. تقول لي انا بتفرج على الحاجات دي ليه، اقول لك جلتي بليجر بصراحة. اه عادي عادي يا عم عادي. يعني هبقى ابعت لك أنا التشانل دي أنا اتفرج عليها، هو الواد هو فشيخ وبيرمي كومنتات على الماتشات فشيخ. هو واخد المحتوى سف يعني. ايوه حرفيا هو طالع بيسف عليهم بس ما بيعملش حاجه تانية. تاني ماتش بقى يا معلم في عرض باكلاش ده كان ماتش حزام السيدات ايامها، الله يرحم ايامه. ميلينا وميكي جيمس. ماشي، وميلينا كسبت. سؤال بقى من اللي بيثيروا الجدل بقى، هل انت دي كانت الفترة بعد ما تريش وليتا مشيوا باين صح؟ تقريبا اه. هل انت ايوه. رأيك ان ميكي جيمس ما ملهاش فيها، هي مش مصارعة اصلا؟ انت لو بصيت لكده هتقول ان كل المصارعات في الفترة دي ما كانش لهم فيها صح؟ كان ليتا شوية هي هي اللي ليها مصارعة، فيها. لا مصارعة الستات اتطورت فشخ دلوقتي عن زمان في كل حاجة. يعني انا مش هينفع اقارن المصارعات بتوع دلوقتي بتوع زمان. يعني انت لو جبت اي واحدة من بتوع زمان، في على فكرة مصارعات زمان كانوا حلوين جدا. فاكر انت فيكتوريا دي؟ اه. اه. فيكتوريا دي كانت فشيخة. فيكتوريا دي انت لو حطيتها دلوقتي هتبلع 90% من من ده المصارعات حقيقي. اللي موجودة في الاتحاد. لا لا، كانت فشيخة بصراحة. تريش وليتا في عزهم لو جبتهم دلوقتي هيبقوا رقم واحد واثنين. اه يا ولا تقول معلم لي ولا تريشكا تقول لي لما لعبت السنة اللي فاتت مع تيفاني ستراتون، انت فاهم هي مشكلتها كلها ان هي كبرت في السن مش اكتر. انما هي لا كبرفورمانس على الحلقة، لا هي برفورمر فشيخ. بغض النظر عن البرفورمانس، اهم حاجه يا باشا الكاريزما والقبول والحضور. اه كل واحدة فيهم تريش بصراحة فينس كان اه بيختارهم على الشعر. سواء تريش او ليتا ما حدش هيجي زيهم. لا تقول لي بقى ريا ولا بيانكا ولا الناس دي لو موجوده دلوقتي هياكلوا كل الناس دي تمام. اه يا لان معلم. 90% اصلا من المصارعات في الدبليو دبليو دلوقتي ما بيعرفوش اصلا يعني على الحلبه على قدهم انت فاهم. وهو معلم كل انت الفكره لحد ايه ان هم دلوقتي فاكر المين ايفنت بتاع عرض رو، بتاع ماتش ليتا وتريش لما ليتا رقبتها كانت هتتكسر؟ اه ده كان اول مين ايفنت للستات اصلا. بالظبط. واحنا فاكرين الماتش ده لحد دلوقتي، والماتش ده كان فشيخ، ما كانش وحش خالص، الماتش كان حلو قوي. فصعب ان انت تقارن الفترة بتاعت دلوقتي بالفترة بتاعت زمان. دلوقتي الستات بياخدوا فرص أكتر وماتشات أكتر ووقت أكتر، حاجات كتير أوي أنت فاهم.
وبروموز اكتر وكل حاجه اكتر، انت فاهم؟ الدنيا اتطورت من الاخر في بالظبط. الموضوع ده. بس هو عموما اصلا نقدر نقول ان المصارعه اتطورت. بس عموما المصارعه اتطورت. بداية التطور دي هي فعلا من اول ما اي جي لي ظهرت، ولا من على فكره بعد ما التصعيد بتاع ما انكس ميك تي، بتاع الفور هورس وومن؟ طب ما ميكي جيمس كانت قبل اي جي دي، وكانت عامله برضو دور اللي هي السايكو المجنونه اللي كانت مهووسه بتريش وبتاع، انت فاهم؟ اه. فاكر انت القصه دي؟ اه بس طب ما هي بس هقول لك هي هو اول تاريخها واحده ممكن يكون عملت. اتنسى شوية لما راحت تي ان ايه. يعني ده اللي خلى بغض الجمهور دبليو النظر، دبليو يقلب عليها شوية. بس هي كانت عامله هي القصه دي وبتاع وعملتها وكانت مكسره الدنيا وخدت الحزام من تريش، وكانت عامله بص كل حاجه احسن من اي جي دي واحسن من اي حد، أنت فاهم؟ يعني اي حد بعد كده عمل دور السايكو ده بعديها، سواء بقى اي جي دي معرفش مين من الاخر هي اللي بدات الكلام ده، انت فاهم؟ اه، هي الكاركتر دي ف- بتاعتها بصراحة. انا شايف ان ميكي جيمس اندر ريتد، مش هحطها في ضمن احسن المصارعات والكلام انا ده، ما اعتقدش يعني. بصراحة الفترة بس اللي هي هي كانت رجعت اندر ريتد. فيها مع أليكسا بليس أنا كانت صعبانة عليا فشخ، كانت جوبر لأي حد. اه لا هي اندر ريتد، بس اه. ما عادي يعني قشطة. خدت وقتها برضه، انت فاهم؟ يعني بالظبط. خدت وقتها بس كانت. كده كده احنا متفقين إن ميلينا بقى هي اللي ملهاش فيها بجد. ميلينا ملهاش فيها خالص. يا اسطى ميلينا غير كانت البرجل منظر اللي هي بس. بتفتحه وهي داخلة ده بس. اه هي كانت شكل بس. بالظبط. وتطلع مع جوني نايترو، جون موريسون ايام ما كان جوني نايترو، أيوه. بس وخلاص. فاكر الأيام دي؟ عادي. ايام جوني نايترو وميز ايام الكهرباء. بالظبط. عندنا بقى يا معلم بعدها ماتش على حزام اليونايتد ستيتس. كان كريس بنوا وام في بي. عايز اسالك بقى على حاجه، انت كنت شايف ام في بي ازاي في الفتره دي؟ يعني واحنا هو ام في بي ده صغيرين. لما طلع كانوا بينفخوه بتاع. انا عمري بصراحه ما تقبلت الجدع ده، يعني انا من اول ما شفته وانا مش مقتنع بيه، انت فاهمني؟ مم. عارف انت اللي هو ايه؟ انا عايز اقول لك الدخله بتاعته جامده فشخ. جدا على فكره، المزيكا بتاعته الدخله بتاعته حلوه قوي قوي. الاغنيه والبتاع اللي بيحطها ومش عارف ايه بتاع، يعني الدخله بتاعته حلوه فشخ. الاسم بتاعه حلو، ان هو بيستايل الاسم بتاعه اللي ام في بي اللي هو مونتيبي اسفنتيو سبورت، انا مش عارف ايه ام في بي دي حلوه برضه. ايوه. بس هو اصلا كاريزما ضايع. انت فاهم؟ ما عندوش الحضور. يعني وانا وغير صغير كده كنت بكرهه فشخ. اه وغير كده بقى حضوره على الحلبة قليل، انت فاهم؟ يعني ما هوش برضو ايه، يعني اللي هيعوضك في ان انت تبقى مش جامد قوي في الرينج او كده، اللي هو الكاريزما بتاعتك بقى وبتاع، بالظبط. ده اللي هيشيلك، انت بقى مم. تفاعل الجمهور معاك وبتاع، ده اللي هيشيلك. هو ما كانش عنده الموضوع ده، بالظبط. فاهم؟ وكده كده حاسس ان الدبليو دبليو تحس ان هم ايه، يعني جابوه شويه كده وبتاع وادوا له شويه دفعات، وبعد كده اللي هو ايه زهقوا منه وشافوا حد تاني لقوا احسن ان هو كده. يعني اقل من الميد كارد اصلا، يعني هم حطوه في الميد كارد لقوا ان هو لا اصلا هو هو مستواه هو هو اقل من ميد الميد كارد، كارد. هو ميد كارد. هو ميد اقل. كارد بصراحه اقل ما كانش بالنسبه لي. ينفع يطلع اعلى من كده. يعني انت هقول لك على حاجه، كارليتو كان احسن منه. كارليتو كان احسن منه بصراحه. كارليتو كهيل كان احسن منه بكتير. انت فاهم؟ وكارليتو شبهه اللي هو برضو ميد كارد، انت فاهم؟ ايوه. هو كده هو في ناس كده تطلع هي بص هيتنوه ميد كارد لو عملوا ايه، انت بس فاهم؟ يعني دلوقتي مثلا لو اقول لك عليه كده، اوستن سيوري ده تنيته طول حياته ميد كارد، مش هيطلع من الميد كارد. ده لو كان فينس لسه مكمل، اوستن سيوري ده كان زمانه بطل عالم بتاع 4 مرات ولا حاجه. يا عم طب ما هو فينس مش كان موجود لما صرف الشنطه وخسرها على حزام اليونايتد ستيتس ايوه برضه؟ حصل. طيب يعني هو في اكتر من كده يقول لك ان الجدع ده يعني هيتني طول عمره عبيط. تخيل انت مش تصرف، يعني انت معاك شنطه مش تصرفها على حزام بطوله عالم، لا انت تصرفها على حزام اليونايتد ستيتس اللي يا هو عم ده ما عبث هو اصلا. بقى، ما رومان لا رينز كان وتخسرها كمان. محتكر الحزامين ساعتها وما كانش في حد قدامه، يلا يونايتد ستيتس ايوه. وخلاص. لا الفكره ايه اللي هو ايه، انا مش عايز اخسر رينز الحزامين، فهخليك تصرف على يونايتد ستيتس ماشي يا عم، بس اكسبه حتى على الاقل. لا لا هتخسره. هتخسروا. اللي هو مفيش عبث بعد كده اصلا. وحاولوا ان هم يرجعوا لي الحياه بحوار ذا فيجن، ولا حد مهتم. ده هو انا عايز اقول لك جزمه بول هيمن بتاخد زيطه عنه في الفيجن. لا حقيقي. يعني هو جايبينه في الفيجن ياخد الضرب وياخد ويتثبت بس مش اكتر. بقول لك ايه، هم يعني بيعاملوه انت يعني معاملة ويلر يوتا في الديس رايدر. اه لا انا نفس مش معاملة متابع ايه ويلر دبليو يوتا بس. بالظبط.
بس انت لو تشوف ترتيب الفيجن، عندك برونسون، لوجان، بول هيمن، جزمة بول هيمن، ايوه. اوستن السبير ثيوري بتاعت تحت. برون. بعد كده في الاخر خالص انزل بقى اوستن ثيوري ده بقى، انت فاهم، اللي هو عليه العوض. ده لو خد له حزامين ميد كارد تاني في مسيرته المستقبليه، انا ما، ولو على فكره لو اتسرح كمان كام سنه انا مش هتفاجئ. بالظبط. مش لا، دلوقتي بس، بص، يعني بعد خلال سنتين بعد ثلاثه كده التسريحات لما. اللي بتحصل دي كلها، انا مش يعني انت كل سنة بتلاقي اه ناس غريبة ان هي بتتسرح. فالموضوع دلوقتي اصلا بقى انا متوقع اي حد يتسرح في أي وقت. بقى اصلا يعني بعد اديله سنه سنتين التسريحات كمان بعد الليفل. التسريحات اللي اه حصلت دي اصلا، وبعد اخر تسريحين اللي هم بتوع تونجا اللي هو جيسي ماتيو اللي انا قلت لك، هم مش عارف سايبينهم ليه. في اخبار اصلا بتقول ان في اتنين كمان المفروض ان هم اتسرحوا، بس لسه ما اعلنوش عنه. ودول اخر اتنين بقى السنه دي، اللي هو ايه، مش هنسرح حد تاني السنه دي. انتوا متأمنين لحد السنه الجايه ان شاء الله بعد راس المنيا نشوف هنعمل فيكم ايه. وكل السنه ده الجايه هنسرح تاني ان شاء الله، عشان وكل الموضوع ده كبر عشان مننا. قال ايه، تي كي او عايزه تقلل النفقات. مش كفايه الاعلانات اللي حاطينها في كل حته ما هو يا و معلم، ما بيقول لك اصل ما بقى احنا لغينا الهاوس شوز. فاكر اللي احنا كنا بنتكلم فيها الحلقه اللي فاتت، ان الهاوس شوز اه. اتلغت، ما بقاش بتتعمل غير لما بتطلع تعمل عرض في اوروبا فبتعمل تور هناك. فهم لغوا الهاوس شوز، فما بقاش في فلوس داخله من الهاوس شوز. ماشي. فالناس دي كلها اللي اتسرحت دي كانت بتلعب في الهاوس شوز، طب ما فدلوقتي ما بقاش ترجع يا ليهم باشا لازمه. الهاوس شو. انا عايز اقول لك ايه سبب ان هو ما يرجعش الهاوس شوز؟ هل عشان مثلا ما يضغطش على التالنت اللي عنده؟ طب ما انت عندك لا، كميه ناس كتير فشخ، هي هتوزع عشان الشغل عشان عليهم، لا، فاهم. عشان تيكي او ما تدفعش فلوس في تأجير الاستادات طب للهاوس خلاص شوز. بس يعني انت، يعني انت هو ده مش السبب يعني والله، الكلام مش. مش شايف اي ايوه سبب الكلام تاني. مش منطقي ان هو يقول لك انا بقلل النفقات ومش عارف ايه، على اساس ان عقود الناس اللي مشاهم دي هي دي اللي واكله فلوس الشركه. مثلا مش انا عاد مش واحد زي عارف. رومان رينز مثلا، اللي بيظهر ثلاث اربع مرات في السنه وبياخد قد كده، انت فاهم. ما هو متخانق معاهم دلوقتي. انت اكيد قريت الاخبار مش دي. ولا متابع اي حاجه، انا خلاص فصلت عن المصارعه دي تمام. لا، هو بيتخانق مع تيكي او علشان العقد الجديد بتاعه. دي الاخبار اللي طالعه، ان هو تيجي يوم اه بيتخانقوا مع بعض عشان العقد الجديد اللي عايزين يعملوه له، وعايزين يقللوا فيه الفلوس. وهو المعلم مش راضي، فسحبوه من العرض بتاع نايت اوف شامبيونز اللي هيبقى في السعودية. وبيهددهم ان هو لو العقد ما اتعملش بقى على مزاجه هيخسر لجيكوب فاتو في باكلاش، ويطلع في العرض بتاع ايطاليا. وبعد كده بالسلامة، مش هيشوفوه تاني بقية السنة. شفت انا خلاص بقى اعتزل بقى. اه، بالظبط. طب وايه لازمتها بقى ان احطه في المين ايفنت تاني في بالظبط، انا ايه ريسلمانيا اللي خلاني ويخسر بقى بتاع. اخلي بنك يخسر عشان رومان بقى ياخد الحزام؟ ايه لا لازمتها بقى؟ وغير كده انت حطيته في المين ايفنت، يعني ايه ما صعدتش حد معاه، مش مثلا حطيته وخليته يخسر لواحد جديد طالع عشان يبقى ده النجم الجاي وبتاع، لا انت خليته هو اللي يكسب، ويكسب بالظبط. واحد عنده 50 سنه، اللي هو انا ما عملناش حاجه اصلا يعني. طب انت بالظبط. بتعمل كده ليه طالما انت مش ناوي ان انت تجدد له، او عارف ان انت لو قلت له قلل العقد بتاعك هو مش هيرضى اكيد يعني. فهو بص، الإدارة غريبة يا قوي ابني من بعد راس المنيا عبث دي. عبث في حاجات كتيرة غلط بتحصل عبث، يعني. كل حاجه بتحصل عبث. بس اللي عاجبني بقى بصراحة، يعني أنا كنت قلت لك برضه بعد راس المنيا إن أنا خايف قوي من اللي هيحصل ل NXT بالذات، إن خلاص كل الناس اللي ليها اسم صعدت. إن NXT دلوقتي عاملين بتاع ده، عاملين ديلز مع ناس حلوة كتير. سيبك من ايفل بتاع اليابان اللي انا بعته لك المتخلف ده، شبشب اليابان اللي راحوا مضوا معاه ده. بس لا، جايبين كام موهبة من الانديز بصراحة. العيال ليها مستقبل حلو، بالذات الواد اللي جون سينا كل ما دبليو دبليو تحط له فيديو يقعد يعمل له ريتويت. he is big, he is bad, he will body slam your dad. يا عم انا عيل مش شبه مهتم انا برونسون بحوار ريد كده، الانكس، بس بيتشقلب يعني. مش مهتم انا بموضوع المواهب والمستقبل، لان المواهب بتطلع ما بيعملوش بيها حاجه من الاخر يعني. ما احنا هو شفنا كده بص، كتير. هو من الاخر السنه الجايه ما فيش حد هيتصعد من انكس تي للمين ايفنت. من الاخر، انت سنتين ثلاثه على ما شون مايكلز يربي العيال دي، والعيال دي تكبر اصلا وتفهم.
وبعد كده تبقى مؤهلة ان هي تصعد اصلا، واعلى واحد فيهم اصلا مش هيوصل برضو ان هو يبقى مين ايفنتر حتى ولا يبقى اي حاجة. هم اخرهم كلهم هيطلعوا يبقوا ميد كارد. يا عم ما هو انت بص، الناس اللي طلع واحد زي برون ده المفروض طالع ان هو هيبقى بليزنر الجديد، صح؟ اه. بقاله اكتر من سنتين، هو فين يا عم برون اصلا يعني؟ بغض النظر عن الاصابه اللي حصلت له وان هو ما لعبش في ريسل يعني، فاهم؟ انت كنت متخيل بقى ان هو دلوقتي هيبقى كسب الرامبل مثلا وتصدر منيا، ولا كسب بطوله عالم، اي حاجه، انت فاهم؟ فاهمك اه. ولا غلب مثلا واحد من الناس التقيله مثلا زي رومان ولا بانك، ولا ده برونسون هو اللي غلب رومان، صباح اه الخير يعني. برونسون هو اللي غلب رومان لما كانوا في استراليا في كراون اللي هو جول. اللي هو قمه العبث يعني. ما تحطش امال كتيره على الناس اللي بتصعد دي، لان هم مش ناويين ان هم يصعدوا الناس دي. هم مبسوطين بالناس اللي معاهم وشايفين ان هم مش محتاجين ان هم الناس دي تصعد، لسه بدري، اه لسه بالظبط. قدامنا وقت. ما هو حلو حلو، نستعجل على ايه؟ يسيبوا الناس في انكس تي تشتغل بمزاجها بقى ايه. ما يبقى يبعدوا عنهم الضغط بتاع ان انت لازم تتصعد والكلام ده كله. اه. ده احسن بصراحة. وغير كده الروستر كبيره فشخ اصلا، مش مستاهله بالظبط يعني. اه، انت مش مستاهل مش بالظبط. مستحملها، مش بس مستحملها خالص يعني. عايز اقول لك على حاجة، لما شفت الماتش بتاع بينو وام في بي، بينو ده عظيم 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 هو عظيم الصراحة. للاسف اللي عمله بيخلي الناس ايه تنسى التاريخ بتاعه، او تنسى، أو عموما الدبليو دبليو محت التاريخ بتاعه اصلا. بس الراجل ده عمل شويه ماتشات في حياته مفيش بعد كده. انت هو اصلا كان بينوا وكيرت كانوا هم احسن اتنين مصارعين في الاتحاد بس اصلا. بنو كان أول واحد يعرفنا يعني إيه تبقى تكنيكال ريسلر. إيه المصارعة اه لا التكنيكال دي إحنا عرفناها من بنو بصراحة. لا بينوا ما فيش حد جه زي يا ابني. اسرع واحد اشوفه بيعمل الكروس فيس دي اه. يعني. ومن اي حته يقوم جاي ماسك دراعك وهوب فجاه تلاقي نفسك في فاهم؟ لا هتلاقي في ثانية وهو قفل اصلا عليك اه. وهو اصلا قصير كده وبتاع، لا يعني. بس يا عم الكتر بقى الهيد بات اللي كان بيعملها من فوق دي بوظت الدنيا هي اللي بقى. بوظت. أنا مش عارف ايوه يا يعني عم. فينس ما جاش في لحظة كده خف عليه في أي وقت من الأوقات وقال له لأ غير الفينش يا عم بتاعك. يا عم الناس كانت بتاخد بالكراسي في وشها عادي ده حقيقي. يعني. للأسف صباح يعني. الخير يعني. انت جيت انت للأسف. انت جيت للي انت جيت للي بينط بدماغه من فوق. الناس حرفيا كانت بتطلع تاخد بالكراسي في وشها. أيوة فاكر اللي كان مع الدادليز كان اسمه إيه الصغير؟ كان اسمه إيه؟ سبايك دادلي. ايوه سبايك دادلي ده كان بياخد تشير شوتس في دماغه بس، يعني هو ما بيعملش حاجه غير انه يعني تشير ايوه يا شوت عم. في دماغه ويترمي من الحلبه لبره يقع على ظهره يا بس. عم الماتش بتاع روك وفولي في الرو، اللي هو كان نو هولدز بارد، حرفيا روك قعد 10 دقايق ما بيعملش انا، هو بيضرب فولي في دماغه بالسوق آه. الكرسي. صباح الخير، انا ما اعرفش الراجل ده لسه عايش ازاي اصلا. اللي هو صباح الخير يعني. ما كانش فيه يا باشا. دلوقتي لو حد ايه الكرسي بس جه جنب دماغه كده بيحطوه على بروتوكول الكونكشن ده، ولا هو ايه ده ايوه. ومش عارف ايه وبتاع. ما أيوة. بقاش فيه الكلام ده دلوقتي يابا. الحمد لله يعني. بالظبط اه، في دبليو دبليو انما منعوا انما الكلام ده الدم، يعني اه اخر مره شفنا فيها بركه دم هو كان ماتش درو بانك. بقيه لا الماتشات كلها الدم بقى نظيفه. عادي. ما انا شفنا دم في ريسل مانيا، مش دم قوي يعني بس شفنا دم ايوه عادي. ماشي، ما انت شفت الدم في ماتش واحد، في ماتشين، اه. في ماتشين. انما الماتشين بتوع ريسل مانيا المين ايفنتات كان فيهم اه دم. كان فيهم دم. و فانا بقينا رجعنا نشوف دم تاني يعني، انت فاهم، على فترات متباعده بس اه في دم. بالظبط، انت السنة اللي انما فاتت كلها ما كانش فيه، اللي قبلها هو الماتش بتاع بانك ودرو هو اللي كان فيه دم. اه السنة اللي فاتت انما كان في سامر انما اسلام كان جونسر وبانك برضو كان فيه دم. اه هم بيعملوها في الماتشات التقيله، ما هو الماتشات اه المهمه، بالظبط. او الماتشات اللي تستاهل دم من الاخر يعني. انما غير كده لا. بس زمان احنا ما كانش كان في دم، وكان في كراسي بتتخبط على الدماغ وكل حاجه يا عم. ده كان في ماتشات بحر دم. ماتش سينا وجي بي ال بتاع الايكويد ده عباره عن بحر دم اصلا. يا معلم اول ماتش اليمينيشن شامبر و... بتاع نو واي اوت ده كان بحر و... دم برضو.
والماتش التاني اللي كان بحر الدم بتاع ايدي وجي بي ال، شفت انت الماتش اه ده؟ شفته. انا ما اعرفش ايدي جيريرو ده كان اصلا بيقف ازاي اصلا ومش بكميه الدم عارف، اللي خرج. انا مش يعني عارف. يعني يعني حتى شفت يعني جي بي ال يعني بيتكلم بعد كده عن الماتش ده، بيقول لك انا ما يعني احنا كنا متفقين انا هضربه ازاي، فهو دماغه هتتفتح ازاي. بيقول لك الجرح اللي جه اكبر بكتير ما هما الاتنين متخيلين. هما ما كانوش عارفين اصلا. هو خلاص جي بي ال جه في لحظة في الماتش لما لقى الدنيا كده غرقانة دم خالص، قال لك بس في اي لحظة الحكم هيوقف الماتش. بيقول لك لا لا، ايدي مش راضي، وعمال يقول له كمل كمل ايوه كمل. يا ابني، انا ما اعرفش هو كان واقف ازاي اصلا من اه الدم اللي خسره ده. يعني انت شفت مثلا الماتش بتاع كودي وداستن في اي دبليو، اه. ولما داستن كان عمال اهو ايدي كان بحر دم. اوسخ من كده بكتير كمان. كان وده ايه؟ بحر دم، بس وده التاني كان لا، كان اسوأ بكتير بصراحة، كان اسوأ ده كان بكتير. اسوأ مليون. انا حرفيا ما اعرفش هو ازاي ما غماش عليه من كتر الدم اه والله. الراجل ده وش اتعمل له نقل دم بتاع 3 4 اكياس مش اقل من كده بعد ايوه. الماتش. لان هو اللي حصل اتضرب ده مش وامه طبيعي خالص. اتضربت وكانت ليلة يومها. يا ابني ده كانوا بيتزحلقوا من الدم. انت اه. هو الموضوع، انت متخيل الموضوع كان عامل ازاي؟ ف... فلا زمان كان بيحصل حاجات بس للاسف ما بقيناش نشوفها دلوقتي. بينه كان بس عظيم. دي مش الحاجات، دي مش من الحاجات اللي نأسف عليها، موضوع الكراسي اللي في الدماغ دي، اه لانها فعلا بصراحة. مش بينه بس، وفي ناس تانية. يا عم واحد زي تيست ده برضه، فاكر تيست ده؟ ايوه فاكر تس. هو مات برضه بسبب مشاكل في دماغه من كتر الكونكشنز اللي جات له، والكراسي اللي خبطت دماغه وجابت اجله عادي. ف... فناس كتيرة باظت بسبب الموضوع ده. حاجة كويسة ان هم لقوا الموضوع ده دلوقتي. انا على فكرة طبعا. يعني انا من الحاجات اللي انا معترض عليها في دبليو، هم مش حاجات كتير، بس انا من الحاجات اللي معترض عليها فعلا ان هم بيأبيوزوا حوار الدم ده، بيأبيزوه فشخ. هم بيبيوزوا ان هم ايه، احنا بقى بص احنا الناس بقى الكبار ومش عارف ايه وبتاع، ومش بي جي بقى وبتاع، لا اصل انا وعندنا شفت الدم مش ماتشات عارف. صعبه، انا شفت ماتشات صعبه كتيره في الدبليو دبليو بتطلع نظيفه من غير دم. فانت مش، وانت الناس اللي عندك مش صعب ان هم يطلعوا ماتش من غير دم خالص بس يعني. هم بيموتوا في موضوع الدم ده، خصوصا في بالظبط. الماتشات اللي ايه اللي بتبقى عليها هايب. اه. انا مش عارف ليه بصراحه هم بيأبيزوا الموضوع بطريقه مضايقاني. يا عم ارجع للماتشات المهمة بتاعت ايه دبليو، في بتاع الماتش بتاع ادم بيج وموكسلي. الاتنين عمالين يخروا في دم، وده يضربه اه بالشوكة وما اعرفش ايه. حتى دانيال براين لما قابل سويرف كان كان في بيخر دم دم. ايوه. هو علم الماتش بتاع الماتشات كايل بتاع فليتشر والأوسبري بتاع دايناستي اللي كانوا ماتش في الستيل كيج ده، انت كيني اصلا شفت الستيل كيج كيني كان عامل ازاي؟ ده ضعف بتاع الدبليو دبليو اي في الطول. كيني اوميجا وويل اوسبري. او لا كيني اوميجا وموكس في 2019. لا هم بيحبوا فشخ موضوع اه. الدم ده. طب خلينا ندخل بقى على ماتش من اعبث الماتشات اللي بس احنا انت كنا انا بنحب هتكلم نشوفها على زمان. بس انت بتقول على بنوة من الناس اللي هو ممكن يعمل ماتش حلو مع اي حاجه. انت لو جبت له كيس بلاستيك هيصارعه هيعمل لك ماتش حلو. ايوه. هو انا زيه عرفت زي يعني ايه تكنيكال ريسلينج اصلا من بينهم. بنوة عرفت يعني ايه بنوة ان واحد يقدر يعمل ماتش مع اي حاجة في الدنيا ومع اي حد في الدنيا من بينهم. بنوة زيه زي كيرت زي شون. التلاته دول بالذات يعمل لك بالظبط. ماتش. الناس بقى تقول لك دلوقتي سيس وبتاع، على انما سيس ده ما يجي حاجه جنب التلاته لا دول. لا 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 لا، سيس مش بالذات صفر على الشمال جنبهم حتى. بالذات شون مايكلز بقى يعمل لك ماتش حلو مع، بص لو حضرتك جبت له كرسي خشب هيعمل لك ماتش 5 نجوم معاه عادي. بالظبط اه. مش بس الفكرة هيهمه. ان الناس ما شافتش، في ناس كده. يعني احنا ما وعيناش على شون غير في اخر ايام. اه احنا لا بس برضو هو البرايم اصلا بتاع شون. شون وهو انا صغير احنا ما شفناهوش، او شفنا لا منه بس انا عايز حاجات اقول لك على حاجه. متأخر. شون بعد ما رجع في 2002، الفتره بتاعته من 2002 ل 2010 احسن من الفتره الاولانيه بتاعته كمان. ما لان هو هو احنا اصلا عشان ما شفناش ك... الفترة الاولانية كم... كاملة برضو. لا بس هو كمؤدي اتطور عن ما كان هو صغير بقى. انت فاهم يعني هو حتى كاداء اتطور فشخ. انا شفته وهو صغير، عن ما بس كان هو صغير. بس وهو صغير انت لو وهو صغير كان انت لو اسرع. هترجع الماتش. وهو صغير كان اسرع وهو صغير بكتير ايه، بصراحة. عمل ماتشات حلوه. الماتش قوي. بتاعه مع اسمه ايه، مع ريزر رامون اللي هو اللادر ماتش ده ماتش ايقوني. بالظبط. ماتشاته وماتش بريت مع هارت. بريت. ايوه. لا عمل ماتشات حلوه. بس هو لما رجع
الراجل ده كان بيعمل ماتشات ما حصلتش. كان كل سنه في راس المنيا شو كان بيعمل لك ماتش عظيم. بالظبط. ماتشه مع جيريكو لما رجع في 2003، الماتش ده جامد فشخ. حتى كان في سنه عمل فيها ماتش مع فينس وشين، كان ماتش جامد فشخ. ماتشاته هو بعد الماتش ده كده كان ما بحر عمل ماتش دم. مع كان الماتش ده كان بحر اه دم. بعد يعني بص بص شون مايكلز من اول 2003 ده اول ريسل مانيا ليه بعد ما رجع من الاصابه. اه 2003 مع جيريكو ماتش جامد. أربعة مع فينس وشين ماتش جامد. تخيل انت بالظبط. بتعمل ماتش جامد مع فينس وشين، انت فاهم. 2005 مع كيرت، ده من احسن 5 ماتشات في تاريخ المصارعه عموما. حصل. 2006 مش فاكر كان قابل مين. 2007 كان قابل سينا، ده احسن ماتش لسينا 2007 تقريبا في ريسل مانيا. 2007 كان سينا. اه دي احسن ده راس كان احسن المنيا ماتش لسينا لسينا. في دي احسن راس المنيا اه لسينا. طلع احسن ماتش لسينا في ريسل مانيا، دي حاجه ايوه كفايه اصلا، بالظبط. فاهم. يعني ده 2008 احسن، مع ده ريك احسن من فلير. الماتش بتاع سينا وبيك شو ايدج. اه لا احسن بكتير. ماتش مفيش مايكلز احسن مقارنه اصلا. بكتير. الماتش حتى بتاع راندي وتريبل اتش وسينا كان احسن من بيك شو ايدج وسينا. راندي و كان ماتشات تريبل سيريت اه اللي كان في 2008. فلا هو عمل سينا احسن ماتش في ريسل مانيا. وماتشات سينا في ريسل مانيا زباله على فكره، يعني سينا تاريخه في ريسل مانيا ضايع. مش هفتكر له ماتش حلو قوي في راس المنيا يعني. غير هقول لك، بص كان في ماتش، بس ده تفضيل شخصي ده يعني، ده انا بحبه يعني. الماتش هو وروسيف في راس المنيا على حزام آه. اليونايتد ستيتس. الماتش ده انا بحبه لا فشخ. انا بنقول على ماتش، يعني ايه ماتش الناس تفتكره، انت فاهم. لا هو لا، مش ماتش هتفتكر حاجه طلع غير ماتش مايكلز وماتشين يتقال الروك. على الناس يتقال هتفتكر على ماتش ماتش مايكلز كلاسيك، يتقال على ماتش وماتشين كلاسيك. الروك عشان الهايب اللي كان عليه. بس ما دي مش ماتشات كلاسيك، يعني مش ايوه، هاخد لا لا، ماتش من هو الماتشات الماتش دي اقول عليها الكلاسيك ماتش الوحيد كلاسيك. اللي في راس المانيا بتاع شون مايكلز، واللي بعده على طول هو الماتش بتاعه هو ايدج وبيك شو. لا فهو يعني تاريخه سيء المهم يعني التكمله لشون 2008 ريك فلير، الماتش ده جامد فشخ. ده اه من احسن ماتشات ريك فلير اصلا. بالظبط. بعد كده 2009 و10 طبعا مع مع اندرتيكر، اللي هو اندرتيكر. الراجل قعد 7 سنين يا ابني ما كانوش بيقولوا له مستر ريسل مانيا برضه من شويه. ايوه. يعني اسم مستر ريسل مانيا ده ما كانش بيتقال له، عشان مش زي الاسامي الاسامي دلوقتي بقت زيطه يا باشا. وذا رولر، يعني رولر على ايه يعني؟ على ميتين اهلك يعني ولا ايه؟ اذا مش عارف ايه البتنجانه. آه، ولا التاني يقول لك ذا يانج او جي، خبط اسمين مع بعض يلا ايوه في اي حاجه يا عم. والتالت يقول لك unpredictable badass، ده اكتر ليم، اكتر اسم نيك نيم ليم انا شفته في حياتي. يعني ايه بالظبط. unpredictable badass؟ ما انا ايه يا مش عم فاهم القرف؟ يعني انتوا ايه. بتجيبوا الاسامي دي يا منين اصلا؟ معلم، جيت كارجل ده بيتش. لا ذات اه بيتش. يا ذات بيتش. ولا بس. واسامي او حاجات بضان. انما لما كنت تقول على شون مايكل مستر ريسلمانيا، عشان الراجل كل سنه في ريسلمانيا بيعمل احلى ماتش في ريسلمانيا معروف، بالظبط. فعشان كده احنا بنقول عليه مستر ريسلمانيا. بص بقى بجملة العشوائية بقى، في ماتش عشوائي عشان في لما العرض بيجي ده. ريسلمانيا اه في ماتش نخش عشوائي في على الماتش العرض الرابع ده اللي هو كان بص قمة 3 في ضد 1. العشوائية وكان ماتش بقول فشيخ. لك ايه ايه. بقول لك ايه دي عبثيات فينس بقى، بجد ده ايوه، فينس في دي قمه العبث اتعمل بتاعه. فينس بجد. بس بقول لك ايه، انا ضحكت كميه ضحك في الماتش ده. ايوه. اكتر حاجه اصلا بتضحكني، كل ما يقوم جاي مسلم ويروح يثبت، فالتاني يفك، فيقوم جاي راجع مسلم تاني، اللي هو ايوه. ايه، كمل تاني. شين كل علقة في الماتش ده. شين كل كمية ضرب في الماتش ده. بنت يا ابني حرام هو شين بصراحة. اصلا، شين ما كانش بيعمل حاجه، ان هو كان بياكل علقه في كل اي ماتشاته اصلا. هو كده. بس اقول لك على حاجه، شين انا بحبه فشخ، وشين اندر ريتد فشخ. ده حقيقي. اندر بالنسبه ريتد ان انت بصراحة هتشوفه واحد جدا. اه ده ابن الريس ومش عارف ايه وبتاع. بس بقول لك ايه، شين جامد فشخ. الماتش بتاعه مع كيرت اللي في كينج اوف ذا رينج، انا بحب الماتش ده فشخ. الماتش ده ايوه. ماتش جامد، ماتش جامد. يا جدعان الخبطات الخدع لا وبعدين على الواد كان ريسك الازاز. تيكر بطريقة اه متخلفة. الواد ما فيش الخبطات بايع الخدع، نفسه. ايوه يا عم الخبطات اللي خدع على الازاز في الماتش ده. انا ما اعرفش اذا كنت شفت انت الماتش ده، اكيد شفته صح؟ شفت. ايوه شفت. اه
يا نهار ده في خبطه فجاه، اول لما كيرت خده او ضربه في البتاع ما اتكسرش، قام جاي نزل على دماغه. يا اي. نهار ازرق. انا ما اعرفش ازاي دماغه ما انا اتكسرتش في الحركه دي اصلا. انا شين بجد. انا كنت وانا صغير انا متخيل ان هو هيموت في اي لحظه. اه لا، والماتش ده انا قلت هيجرى له حاجه، لدرجه ان اصلا بيقول لك فينس بعد الماتش، بص كان بيقول لك طلع في الناس وبتاع، اه، وكان يعني اللي اتخانق هو معاهم خلاص اللي هو كلهم ورا، اتخانق معاهم كلهم ورا بعد ايوه الماتش ده اللي اصلا، هو علشان حوار الازاز ده. اللي هو ابني يا ولاد الناس، انتوا ايوه، هتموتوا ابني ولا ايه؟ علشان حوار الازاز ده فاهم؟ اتخانق مع، انا فاكر مسك ايوه هو كانت هو خناقه بنت لذين. هو الفكره ايه، ان المفروض ان هو يبقى ازاز مخصوص عشان ايه يتكسر بسرعه. اه، أنت فاهم؟ اللي هو حتى بيقول الازاز لك اللي بيعملوه بيبقى مش عارف اسمه، ازاز رز باين، بيعملوه مش عارف اسمه. بيعملوه من السكر، او بيعملوه ايوه، من حاجه ازاز زي كده، السكر، من ايوه حاجه زي بالظبط، اللي هو اول ما اه تلمسه بيتكسر المفروض. اه فالناس اللي الكابتن بقى اللي جاب الازاز بقى جاب وشخم ازاز الدنيا، بجد. جاب ازاز. لا مش جاب ازاز بجد، بس ده بيقول لك ازاز مقوى كمان. فعشان كده الواد اتخبط 3 خبطات، والازاز مش عايز ما يتكسر. يعني مش اتكسرش. ازاز عادي حتى. انت ايوه. عارف لو ازاز عادي مثلا هيتكسر، لا ده ازاز مقوى كمان. اللي هو انت عايز تموته بقى، انت فاهم؟ فلا شين كان اندر ريتد فشخ بصراحه. في الماتش و... ده بوبي لاشلي هانو. بوبي لاشلي داس على وشه. وبعد الفكرة ان ايه، بص، هو الماتش كان ماشي بسيكونس واحد. شين بينزل، بوبي لاشلي يضربه، بعد كده اوماجا يدخل يضرب بوبي لاشلي، يجي فينس يثبت بوبي لاشلي، يفك، يقوم جاي عامل تاج لشين، شين ينزل يتضرب. انت فاهم؟ يقوم جاي عامل كوميديا تاج لاوماجا، نازل ماتش. واكل بوبي لاشلي علقه، يعمل تاج لفينس، فينس يجي يثبته يفك التثبيت، وهكذا. انت فاهم؟ ده هو بيقول لك عبثيات فينس عبث بجد. عبثيات فينس في ايه، في يعني في اقوى حالاته. بس بقول لك ايه، العبث بتاع فينس وتيجي تبص على العبث بتاع بخ، عبث فينس برضه احسن، مفيش ما انت فايده، فاهم؟ متخيل ان ده كان الماتش الفيلر اللي في العرض؟ يعني اه يعني الماتش العبث برضه ده كان يعني الماتش الفيلر اللي في العرض. يعني العبثيات فينس ما جاتش حاجه برضه جنب عبثيات بخ اللي بيعمله ده حاجه مش طبيعيه خالص. بالظبط. ف... فالماتش ده كوميديا، والنهايه كوميديا لما كسب الحزام مش عارف، هو قاعد يلف ومش عارف ايه. بقول لك ايه، والتعليق مشيته مسخره وهو بقى. طالع، مشيته وهو طالع بعد الماتش وخلص. بص، ده ميم بالنسبه لي. انا مسيف الفيديو ده، يعني بعد ما رجعت شفت العرض تاني سيفت الفيديو ده. الفيديو ده انا هفضل محتفظ بيه، بوريه لعيالي وهو طالع بالحزام. مشيته وهو ماشي كان عامل ازاي. انا مش هنسى المشية دي في حياتي. لا والتعليق اصلا بتاع تاز وجو ستاينز في شغلك ضحك. جو ستاينز يقول لك بعد 13 سنه اي سي ده بيبقى هو ده الحالي، يبقى هو ده البطل. اللي هو بس مش طايق نفسه. لا والموضوع انا مصدقه ممكن يكون حقيقي، انت فاهم؟ ايوه. اللي هو يعني تحس ان ستايلز وتاز مبدورين فينس بجد اصلا، انت فاهم؟ معلم، بص، مش موضوع ان هو مفيش حد كان مخنوق من فينس في الحياة قد تاز. تاز ده اللي هو كان في اي سي دبليو، كانوا بيعاملوه معاملة الراجل الفشيخ اللي مفيش زيه، اللي محدش يقدر يجي عليه. وفينس بعد ما اشترى اي سي دبليو قام جاي رميه، ولا انت هتبقى معلم. انت فاهم؟ انت الرنج دي لا مش بس اقول هتخشها لك على حاجه. تاني. تاز لما كان معلق في سماك داون مع مايكل كون كانوا عاملين دويتو فشيخ. بس انا كنت يعني بصراحة كنتش بحب تاز، كنتش بحب تاز لا خالص كان بصراحة. كان هو كان هو ودي كانت احسن فترات مايكل كول اصلا لما كان هو وتاز مع بعض. بعد كده لما لا، انا انفصلوا بقى بالنسبة لي فترة مايكل كول وجيري لولر كانت احلى. يا عم لا يا عم، ده مايكل كول ده انا ما اعرف هو ده، انا ما اعرفش مايكل كول ده اصلا بيعلق ليه. ده بص يا ساتر، هو جات له فتره كان حلو فيها مع تاز، ويمكن بعدها بسنه سنتين اول ما راح الرو. بعد كده انا ببقى عايز اكتم الصوت بسبب مايكل كول ده، مش لا، طبيعي انا ما بجد. انت شفت بحبش تعليق في تاز ريسل مانيا اللي فات بصراحة ده؟ خالص. شفت تعليق مايكل كول؟ احنا هنيجي على موضوع التعليق ده لان انا عايز اسالك شويه اسئله، هنيجي لمايكل كول ده بعدين. نكمل ايش؟ بقى يعني، سيبك من عبث فينس ده، لان برضه بقول لك انا اتفشخت ضحك في العبث اللي هو ايوه، عمله ده. انا مشيته دي هي خلاص، دي بقت ايقونية اه بالنسبة لي، خلاص انا مش هنساها بقيت عمري. هو خلاص. هو الفتره دي كلها كانت عبث من اول أي- الماتش، ما هو وترامب، واللي يخسر يحلق أي. شعره، مرورا بان هو يكسب الاي سي دبليو. دي كانت فتره عبثيات عبثيات فينس بس كده. ياد فينس هو بس. هو كل فتره كده ايه يطلع عايز يعمل حاجه، طب في حاجه في دماغه عايز يعملها ايوه، هعملها. وهو بس اللي عارفها وهو بس اللي هيعملها.
انت فاهم. اه لا لا لا، فينس بصراحه كان مش طبيعي. خش بقى بعد على كده الماتشين عندك بتوع المين ايفنت. اول ماتش في المين ايفنت، اندرتيكر وباتيستا، وورلد هيفي ويت شامبيونشيب، لاست مان ستاندينج. لا انا عايز اقول آه لك ماتشات تيكر وباتيستا، ما تتوقعش ان هم يعملوا ماتشات حلوه. يعني انت لما تبص لهم ومش عارف إيه بتاع، ما تتوقعش ان الاثنين دول يعملوا ماتشات حلوه، بس زي ما بيقولوا الكيمستري ما بينهم جامده فشخ. ده حقيقي. فعشان كده كل ماتشاتهم كانت حلوه، كل ماتشاتهم كانت حلوه. يعني الماتش بتاعهم في راس المانيا كان حلو. كان حلو بصراحة الماتش ده برضه. تقريبا ده احسن ماتش هم عملوه تقريبا. ده احسن من ماتشهم في يعني راس احسن من المنيا. الماتش. ده واحسن احسن من من اللي هنا ماتشهم في راس للسيلفر. المنيا لا هو اللاست مان ستاندنج ده كان احسن ماتش ما بينهم. ايوه. الماتش ده حلو، حلو. ده من احسن الماتشات لاست مان ستاندنج اصلا بتاع. باتيستا يعني وات- انا يعني واتعمل حلو. انت فاهم الفكره ايه بقى؟ ان باتيستا كان هو ايه، نجم برضه. يعني كان ساعتها كان لسه هو رقم اتنين بعد سينا. انت فاهم؟ ايوه، ما انا لسه هقول لك، ف... باتيستا نجوميته اتثبتت في الماتش ده. ف... فالفكره الماتش ايه ده بقى؟ ان هو هو اللي ايه. خلانا كلنا نشوف باتيستا بشكل احنا ما كناش شايفينه قبل كده. احنا كل اللي لا كنا لا شايفينه قبل كده هو واحد بياخد دفعات ممكن تكون مستحقة في اوقات، تمام، بس هو فينس بيحبه علشان هو جسمه وشكله وبادي بيلدر والكلام ده كله. بس كبرفورمر كان مرة يقنعك ومرة لا. انما في الماتش ده اللي ثبت باتيستا بجد ان هو لا، انا برفورمر فشيخ يا جدعان. لا باتيستا لما اول ما ادوا الدفعه كان ظبط مع تريبل اتش ظبط بالذات في الماتش بتاعهم بتاع هيران السيل. ظبطوا ظبطه. يعني الماتش بتاع باتيستا وتريبل اتش هيران السيل ده احسن من العبط بتاع درو بانك 100 مره. على فكره الماتش بكتير ده جامد فشخ، بكتير. جامد فشخ. فباتيستا كان ظابط، بس الفكره ايه؟ ان احنا جينا في ريس المنيا ما ينفعش تيكر يخسر. انت اه، فاهم؟ فلازم تيكر يكسب. بس هنيجي بقى باكلاش، ما ينفعش ايه نخسر باتيستا تاني ومرتين ورا بعض، الموضوع فالماتش يبقى طلع صعب. درو. الماتش طلع فالماتش درو. عملناه درو. وتنهم كده بقى اللي هو العداوه ما بينهم سجال. حتى اخر ما زهقوا مش عايزين يكسبوا حد، قال لك يا عم ندخل ايدج يا عم وخلاص في النص، ايه ياخد هو الحزام ويريح دماغه. عشان ما بالظبط. يخليش حد منهم ايه يخسر. انت ايدج فاهم؟ ابن المحظوظ، ايوه. يا ابني هو ايدج ايدج ابن كان عايش على المحظوظ. الكلام ده. اه والله كان عايش على الموضوع ده. الدبليو دبليو اي مش عايزه ده يخسر ولا عايزه ده يخسر. طب نعمل ايه يا اخوانا؟ دخل ايدج خليه هو اللي يكسب. اه والله. اللي هو الفترة الدبليو دبليو بتاعت اي ايدج مش دي عايز. حرفيا كانوا كل ما يحتاروا ينقلوا الحزام على مين، هنديه الايدج. حط حطوا الايدج. اه والله سينا وتريبل اتش ما حدش فيهم عايز يخسر. خلاص يا عم دخل ايدج في النص، ايوه، هياخد الحزام وبعد كده هنخليه يخسر للتاني. باتيستا واندرتيكر مش عايزين حد فيهم يخسر. دخل ايدج في النص وبعد كده هنخلي تيكر يكسبه في ريس المنيا وريح دماغنا من الموال ده. بالظبط. هو انت هو اصلا انت بانكو انت انا مش عارف انت شفت اصلا في حلقة من حلقات البودكاست بتاع تيكر، كان بتاع ده كانوا بيتكلموا على ان ايدج كان هو كان فينس كان عايز ايدج هو اللي يكسر الستريك، اه وايدج اتخانق معاه. ايدج اتخانق معاه ومع لا ده كان كذا المنتجين واحد على فكره مش ايدج وقال بس. له كان ايه. قبل ايدج كان قبل ايدج حتى كانوا برضه كانوا عايزين راندي يكسب، قال لهم لا. لا, لا، اول انا اللي لما فاكره هو الحوار بتاع ايدج ده. كان الحوار بتاع ايدج، وكان ان الخناقه بتاعت تيكر وفينس، ان تيكر كان عايز اللي يكسر الستريك يبقى رومان رينز، مش بروك آه ليزنر. لا هو يا عم ما انا عارف انا الحوارات دي فوق. ما هو بعد كده خسر ليزنر وماتش مالوش علاقه بماتشات اصلا المصارعه على من قريبه ومن بعيد. بقول لك يا رومان عمل ستريك كده ثلاثه ريس المنيا ورا بعض ضد تريبل اتش وليزنر واندرتيكر. بص ثلاثه مين ايفنت يعني هيتحطوا في الهول اوف فيم على طول. ايوه. حاجه بشعه بشعه يعني. ف... هو فلا كانت. انا بصراحه باتيستا في الماتش ده كيفني قوي. يعني انا تيكر، انا عارف ان اه انا لا متاكد ان انا هتكيف منه، بس باتيستا في الماتش ده كيفني قوي قوي بصراحه. الماتش كله باتيستا حلو. بالذات في الماتشات اللي لها قوانين بيظبط. اه، زي ما قلت لك ماتش بتاع هيلان السيل مع تريبل اتش كان جامد فشخ. وماتشاته على فكره مع سينا اللي هي كانت بالظبط لاست لسه مان هقول ستاندينج لك الماتشات. وهاي كويت واي كانت كويت حلوه. الماتش ده كان حلو قوي قوي برضه. فهو لا ادي باتيستا ايه ماتش له ستيبيوليشن يعني له قانون.
هيدي لك ماتش. انت فاهم. انا الماتش ده آه، اتكيفت منه، الماتش ده كان عاجبني بصراحة، وما كنتش عايزه يخلص، بس خلص بأكتر طريقة انت ممكن تقتنع بيها كمشاهد. اه لا لا، هما دي الطريقه الوحيده اللي يخلص بقى، عشان زي ما قلت لك يحميهم الاثنين. مش اه، هينفع اخلي باتيستا يخسر مرتين ورا بعض، صعب. فاهم. السبوت الأخيرة دي هي فعلا علشان يحمي اه، الاتنين. ومش هينفع اخلي تيكر يخسر وهو لسه كسبان الحزام في ريس المنيا من شهر ولا من كام اسبوع. بالظبط. انت فاهم. فاعمل ايه عشان احميهم؟ هعمل الماتش درو وهخلي البتاع سجاله، وبعد كده ندخل ايدج يا عم ايه عشان نحل نحل يحل الازمه دي زي ما المشكلة بنعمل دي. مع زي ما بنعمل كل وقت. يا راجل ده حتى في 2009 لما كان جيف هاردي وسيم بانك بيرزعوا لبعض، دخلوه في النص برضه ايه عشان ايه؟ يشيل شويه كده. انت اه اه، فاهم. حصل. والله دي كانت شغلانته. بقول لك ايه، ايدج في اتنين معلم، بيتخانقوا مش عايزين، ما هو بعد ما مش ايدج عايزين حد اتصفى فيهم يكسب. رقبته، بعد ما ايدج اتصفى رقبته واعتزل وبتاع، راحوا جابوا كريستيان من تي ان ايه، قالوا له يا باشا تعالى انت، اعمل انت اعمل انت الدور ده. ادوا له حزام الورلد هيفويت مرتين على ايه ما تفهمش، بس ايوه خده. ايوه. انت فاهم. للاسف ما وروح بقاش في اكسب حد. اورتن وعيش حياتك والدنيا جميلة. للاسف ما بقاش في حد واخد الدور ده دلوقتي. اه بالظبط. للاسف. بعد كده لو يا الموضوع ده. صاحبي، اخر ماتش بقى عندك ماتش الفاتل فور واي، سينا ومايكلز وايدج واورتن. الماتش ده الماتش ده كله احسن. الماتش ده كله مليان سبوتات حلوة قوي، بس للأسف الناس مش هتفتكر غير النهاية. غير الفينش. بس هو انت عارف ده كماتش، ده احسن فيتال فور واي اتعمل في تاريخ الدبليو دبليو اي. يعني ما فيش ماتش فيتال فور واي اتعمل زي ده. ده احسن واحد فيهم. ما لا، يعني أنا ممكن لو قعدت شوية ممكن أفتكر حاجة أحسن. لا ما اعتقدش هتفتكر ايه، هو ده احسن واحد. وش. فأحاول أفتكر كده وبقول لك بعدين، بس هحاول بحاول بس. أفتكر فعلا. صعب انت تلاقي حاجه زي كده، لان الماتش اصلا ايه، بغض النظر الفينش من احسن الفينشات اللي اتعملت اصلا اه، يعني. بس بغض النظر عن الفينش، الماتش اصلا كان حلو. انا بقول لك الماتش كله سبوتات حلوة، بس اللي ظالم الماتش ده ان الناس ما بتفتكرش غير الفينش. وكان سجال وكل واحد فيهم عمل شغل. فاهم، مش اللي هو الأربعة واحد بس. الأربعة أنت اه الماتش نص ساعة، أنت مش عارف تاخد نفسك من الأربعة، وأنت مش عارف مين مع فلا. مين. لا لا، الماتش ده ماتش حلو فشخ. وعلى يعني فكره الاربعه يعني بص، حتى الاربعه ما هم دول اللي كانوا النجوم اصلا في الاتحاد، او بقوا النجوم بعد كده. يعني بعد الماتش ده سينا طبعا كان النجم الاول. شون اه مايكلز كان اسطوره وبتاع، اللي هو تحطه في اي حاجه برضه هو نجم. وسينا قصدي وراندي وايدج بعد كده ادوا ايدج حزام ماني ان ذا بانك تاني وكسبوه بطولة العالم. عشان ايه؟ خد يا عم اي حاجة. وراندي بعد كده راندي بعد كده هو اللي بقى، هو وسينا بدأوا العداوة يرزعوا في بتاعتهم في بعض، اه. 2007. اه، في كلاسيكو الماتش الأرض في المصارعة. من اول سمر سلام، مرورا بقى ايه بالماتش اللي كان احسن ما لهم في نو ميرسي واتلغى عشان سينا اتصاب والكلام ده. ما أنا بقول لك ف كلاسيكو الأرض في المصارعة كان سينا وأورتن بدأ من هنا. في 2007. فلا ده الماتش ده كان مهم، حتى بغض النظر ان هو كان ماتش جامد، كان مهم لان الماتش الناس ده الموجوده. الماتش ده يقول لك إن إيدج كان بيرفورمر كويس، ما كانش سيء بالدرجة اللي هو أنت بتصورها. أنت فاهم؟ لا، هو بص، انا مش هتراضى على ايدج ان هو سيء، انا هتراضى على ايدج ان هو كان متوسط في كل حاجه. ايدج ما كانش جامد في حاجه، او ما كانش فشيخ في حاجه. أنت فاهمني. لا بس يعني الماتش هات ده لي حاجه هو بينه، فشيخ فيها. لا لا، الماتش ده كان يعني بينه ان هو يعني حلو. كأداء على الحلبه ايدج حلو، بس ما اقدرش اقول عليه فشيخ. يعني ما هواش شون لا مايكل هو مش ولا في كيرت مستوى ولا مايكلز. هو بص، في ساعتها كان هو في نفس مستوى اورتن وسين. ولا ولا حتى في مستوى اورتون ولا في سينا. انا من وجهة نظري سينا واورتون كمصارعين احسن من ايدج بكتير. لا انا بالنسبه لي في وقتها في الفتره دي كان هو في نفس مستوى سينا واورتن بالظبط. م- غير ان مش هو كمان كان لا اكبر منهم، يعني هو اصلا كمان كان اكبر منهم وقديم عنهم والكلام ده ما كله. ما بس هو هو اكبر في منهم، والموضوع ده بيفرق. يعني هو في الاتحاد اصلا من سنة 98 او من 99، يعني 98، كان بقاله اه حوالي 10. بقاله حوالي 10 سنين في الاتحاد. وواخد خبرة مش في السنجلز بس، في التاج تيم كمان. اه. وصارع كتير وعمل كتير واخد خبرة كتير وبتاع. طبيعي اصلا. وزمان المصارعين لما كانوا بيوصلوا الثلاثينات كانوا ايه؟ بيوصلوا للبيك بتاعهم زي ما اه بيقولوا. البرايم اللي بتاعهم هو كان في الثلاثينات، اه. اه
قمه مستواهم تلاتينات. خلي بالك ساعتها كان راندي وسينا كانوا لسه صغيرين فشخ. ايوه. راندي ما كانش بقاله غير مثلا 4 سنين تقريبا في الاتحاد، وسينا نفس الكلام. راندي فكانوا لسه ما وسينا وصلوش ساعتها كانوا لسه في نص العشرينات. ما وصلوش للبيك اه، بتاعتهم. هم بعد كده وصلوا للبيك بتاعتهم بعدها بسنتين ثلاثه اربعه ده قدام. هما بس هم الفكرة ان الاتنين وصلوا البيك بتاعهم قبل ال30، علشان هما الاتنين ف بدأوا صغيرين. ف بس خلي بالك من فهم حاجة كانوا برضو، خلي بالك من حاجة، سينا وأورتن طفرات، ما بتجيش كتير. اه لا فان ما ان فيش ايدج هو. كان ان هو على نفس مستوى الطفرات. لا هو ايدج في وقتها، لا هو ايدج كان كويس على نفس مستواهم في وقتها لا برضه. هو وعلى فكرة بعد كده برضه ان هو فضل قادر ان هو يجاريهم، قادر يجاري سينا، وقادر يجاري ايدج، يجاري اورتن. لا ايدج ما كانش وحش، ايدج ما كانش بالصورة اللي انت مهيئها، لا. هو لا اللي ساعد ايدج الجيميك بتاعه او الشخصيه بتاعته، فاهم؟ هو زي ما قلت لك هو كان مختلف عن ده. يا باشا ده مش واحد هيفي ويت ولا باور زي سينا ولا باتيستا ولا بتاع، ولا واحد سايكو مثلا زي راندي اللي هو انت فاهم، ولا حتى جسمه زي راندي. جسم راندي اللي هو احلى، انت فاهم؟ ايوه. يفلق ايدج ده نصين مع ان ايدج ده طويل بس جسمه تعبان ما فيش ايوه. خالص، مفخد زي ده لسه جونسر كده ده بالظبط. هو لما رجع في رويال رامبل كانت 2021، ولا لأ مش 2021، اه كانت 2021 ولا قبلها 2020 2020 2020. انت شفت ده اصلا جسمه كان 2020 احلى سنة بكتير الكورونا. اصلا، كان جسمه احلى بكتير من قبل ما يعتزل. يا ابني هو قبل ما يعتزل كان بكيرش وبتاع. اه. عارف والتر كان نسخة ايه يعني، اقل شوية من والتر كده ايوه شفت بقى، فمن ساعة ما رجع في فايدج الرويال عمر رامبل عمر ولحد دلوقتي هو لا عامل فورمة بنت لذينه بصراحة. ايدج عمره ما كان اللي هو ايه الجسم او بتاع والشخصية اللي هتشوفها هتخاف منها او ما فيش الكلام. بس هو الجيميك بتاعه اللي هو ايه، انا اخطف واجري انت فاهم، ودايما بالظبط. معاه اللي بيساعدني. فيكي جريرو هتساعدني الدوبلير بتوعي هيساعدوني، ايوه. ديتا لما كانت موجوده بتساعدني. الراجل ده قعد طول حياته كهيل لازم معاه هو الشركه نفسها ما كانتش اعتقد ما كانش بيثقوا فيه لوحده. يعني ان هو يبقى لوحده ما فيش. الفتره الوحيده اللي كان بيبقى فيها لوحده لما كان بيبي فيس. يا معلم هو انما طول يا معلم هم كانوا يعني هم اصلا ما تحسش ان هم كانوا بيثقوا في حد ساعتها. الحزام اه كان لا بيتغير بطريقة غريبة. لا ويدج ده بالذات يا راجل، ده انا بقول لك 90% من الالقاب بتاعته الثلاث اسابيع او شهر. لو عدى شهر انت ايوه. تقلق. ايه ايدج مع الحزام بقاله شهر ليه؟ عشان العرض بس اتاخر. يعني العرض الشهر الجاي بس اتاخر، فده السبب اللي خلاه ايه مع الحزام اكتر من شهر. انما غير كده هو هو زمان فعلا تحس ان الحزام مش هيكمل مع حد شهرين غير بطلوع الروح. يعني ساعة لما اه خلوا الحزام مع سينا مش فترة، لا دي كانت طفرة مش هتحصل تاني. لا وما بس كرروهاش تاني الموضوع، غير مع بنك. بس الموضوع ده ما عملوهوش غير في غير بعد ما ايه يعني، بعد ما سينا اتصاب. يعني قبل ما سينا يتصاب قعد فترتين معاه الحزام وقت طويل. يعني سينا كسب الحزام في 2005 هو وباتيستا، وتناه معاه الحزام لحد ما باتيستا اتصاب. وما كانش اتصاب، كان تناه دخل الريسل مانيا بعدها بالحزام. وسينا كان معاه الحزام لحد ايه ما خلوا ايدج يعمل الكاشن. بس ده حصل بعدها ب7 شهور 8 شهور برضه. يعني قعد بطل من ريسل مانيا لحد ايه، اعتقد كان عرض نيو ييرز ريفولوشن في 2006. اه، نيو ييرز ريفولوشن، هو ده اللي يعني كاش بيه. اه. قعد معاه الحزام اكتر من 8 شهور 9 شهور حاجه زي كده. وخسروا 3 اسابيع بعدها في الرامبل قام جاي رجع له تاني. كسبه تاني. وتناه معاه وتناه معاه برضه في الفتره دي لحد وان نايت ستاند مع ار في دي في 2006. فتره برضه. ما هي دي بتاع ده. وبعد دي خسروا بقى من دي الفترة خسروا بقى الطويلة، ولا لا كانت ده دي فتره قصيره من رويال رامبل لحد مش فاكر كان وان لحد نايت ستاند ده في وان شهر نايت ستاند. اه. شهر 6 تقريبا حاجه زي كده. المهم يعني كسب ار في دي. بعد كده ار في دي طبعا قفشوه وهو بيضرب حشيش وبتاع اه. هم جايين هو مكسرين ايه. وبتوع اي سي كل دبليو ما كل ما كلهم كانوا كده. كل كل ما يتزنقوا يا اسطى اوبا مش عارفين ندي مين العزاء. ادي الايدج يا ادي معلم، الاتش. ادوني ايدج. ادوني ايدج. ما كملش شهرين. ما كملش شهرين كسبوا في شهر 7.
في شهر 7، اه خسروا في شهر 9 في انفورجيفن في الماتش التي ال سي في كندا. الماتش ده كان حلو بعد كده قوي، الماتش ده كان اه حلو بعد قوي. كده بقى، وده الماتش الجامد الوحيد ما بينهم على فكره. الناس بتزيد تقول لك ايدج وسينا وعداء، لا لا هو والله العظيم. هو احسن عداوه، احسن عداوه لسينا بتاعت اورتن، اللي بعدها في رايي انا جي بي ال. ماشي، لا جي انا بي بقول لك ال الناس وسينا الناس طلعوا ميتين بعض، طلعوا ميتين بعض. بتزيد على على عداوه ايدج، وتقول لك ايدج وسينا لا وماتشات لا لا جامده. لا هو ده بقى. الماتش، هو ده الماتش الجامد الوحيد. لا لا ماتشهم في لا يا رويال معلم. رامبل قرف، ماتشهم في سمر سلام قرف. الماتش بتاع سمر سلام في 2006 ده لا انت اسوأ عندك، مين ايفنت في لا انت سمر سلام تقريبا. انت سينا ومايكلز كانت عداوة احلى، سينا وتريبل اتش كانت عداوة احلى، سينا وباتيستا لا في كانت حاجات عداوة كتير. احلى. في عداوات كتير، اه في عداوات كتير احلى. لا لا كتير المهم يعني سينا كسب الحزام بقى وتناه معاه لحد ما خسروا، لما اتصاب. هو كده كده كان هيخسروا حتى لو من غير ما يتصاب قصاد راند. بس الفترة دي قعد معاه حوالي سنة، من ما هي دي 2006 لحد كانت اطول 2007. فترة لحد ما بنك كسرها. العك بقى ايه بدأ يحصل من بعد إيه؟ لا مش بعد كده كمان. راندي كسب الحزام في نو ميرسي في 2007 في لاست مان ستاندنج لو انت فاكره برضه مع تريبل اتش. ايوه فاكر. وده من ماتشاتي المفضله وانا بالنسبه لي الماتش ده احسن احلى حتى من ماتش باتيستا وتريبل اتش. ارجع شوف الماتش ده تاني، كميه هرجع ضرب. اشوفه تاني، هرجع اشوفه تاني. ارجع اشوفه، خدوا كميه ضرب في شويه سبوتات في الماتش ده. انا اصلا يعني انا دماغي وجعتني من من السبوتات دي اصلا يعني. ارجع شوف ده الماتش ده التاني، الماتش بتاع نو ميرسي بتاع تريبل اتش وراندي، ماتش لاست مان هرجع ستاند، ماتش عظيم. هرجع اشوفه تاني يا صاحبي. المهم راندي خد الحزام وخلاه معاه لحد باكلاش تقريبا في 2008. دي كانت يمكن اخر فتره برضو طويله، انت فاهم، ان اه حد من كسب بعدها، الحزام من وتنى معاه. 2008 ل 2011. بدانا نعك بقى. او العته الجميل، ايام العته الجميل دي بقى. بس لا كل بس ثلاث العك اسابيع فعلا كان بنغير. بيحصل. بس العك فعلا كان بيحصل في الناحيه التانيه في سماك داون عشان كابتن ايدج مش عارف يمسك الحزام اكتر من 3 اسابيع. مش عارف يمسك نفسه. فكنت معلم بتشوف انت، عك انت بقى. كان معلم الحزام راح لجيف هاردي والبونك والايدج ما هو عشان ايدج و... برضه، ايدج طول ما والمارك ايدج موجود في هنري، الليله. انت فاهم، يا عم بقول والكين لك ايه، والبيك شو، راح لأمة لا اله الا الله كلها. مفيش وري حد ما ميستيريو شالش خده شويه كده في وريبستري النص. خده مرة تاني مرة، اه انت فاهم. اه لو انت هي كانت فاكر كده ليلة، فاهم. كانت ليلة، كان مولد وري يا معلم. وري وري ميستيريو برضه اديله الدبليو دبليو قعد معاه ساعتين. قعد مع قعد وسينا كسبوا في اول عرض الرو، وخسروا في المين ايفنت في نفس العرض. اه عمك سينا جه وقلبه. اه انا اه. متضايق فشخ ان هم ما جابوش سيره الموضوع ده لما كانوا هو ودوم بيقابلوا بعض. يعني انت فاهم الماتيريال موجوده. يعني ابسط حاجه دوم يقول لي سينا ايه، انت اديت اول ابويا على قفاه وضحكت عليه وخدت منه الحزام بعد ما كسبه بساعتين. دي ابسط حاجه يعني كان ممكن يعملوا منها حكايه، اللي هو انت فاهم اللي هو انا مش زي ابويا من الاخر. انت اديت ابويا على قفاه وخدت منه حزام بعد ساعتين، انا مش هتمام معايا كده طب وهاخد ايه الحزام بتاعي رأيك ان تاني. انا هديك على قفاك برضه واخد منك الحزام؟ لا لا ده الكلام ده بعد ما كسب منه الحزام وتحداه في الماتش التاني، يعني كانت ابسط حاجه يعملوه. اللي هو انا هرجع اخد منك الحزام تاني، انا مش لا هتعمل هو فيها زي ابويا. انت اصلا فاهم. الحوار بتاع حزام الانتر كونتيننتال اللي بين دوم، والماتشين بتوع دوم وسينا دول من اسوأ ما يكون بصراحة. لا هو ده كانوا بيدل لك على محشورين حشرة العبث طين، بتاع كانوا محشورين حشرة العبث طين، بتاع ووحشين قوي. وانت عايز تعمل سينا جراند سلام بالعافية، وقدام دوم، ودوم اصلا يعني مفيش، مش هيديله ماتش حلو. لا لا ده الماتش بتاع سينا. يا عم الماتش اسمع التاني بتاع بس. سرفايفر، سينا اللي شايل الماتش. يا عم سينا ايه ده، سينا هو السبب في الماتش ابن اللعيبه ده. يا والله عم هو اللي امسك. شايل الماتش، يا عم اسكت. يا عم والله العظيم شال اسكت. الماتش إيه؟ انت عارف ان الماتش ده فكره سينا. انا عارف ان الماتش ده فكرة سينا، اه. طيب بس انت شايف ان الماتش ده وحش، يبقى اه سينا ده شخص لا، تديله على دماغه حوار تعمل الاصابة ده الماتش. وحش قوي، حوار الاصابة اللي دوم عمله ده وحش كل قوي. وكل كل اللي ده حصل سينا. بعده وحش قوي. ما هو وان كل ليف العبث ده ترجع ده سينا. وحش قوي. الماتش كله ماشي. وحش. ما هو العبث ده كله من سينا يا باشا، انا مال انا. انت حاجة بتتكلم في دوم ليه، مقرفة. والعبث ده كله من سينا. وهو دوم بص مقرف، من سينا. هو دوم السبب، ودوم مقرف. يا باشا ودوم انا عايز انا اللي هفضل يشيله في طول الماتشات، والله دوم عايز انا اللي يشيله في الماتشات. انا هفضل طول عمري اشتم في سينا بسبب الماتش ده اصلا، العبث اللي هو عمله ده بدل ما يعمل ماتش زي البني ادمين.
يعني انت شفت الماتش بتاعهم بتاع الريال، قلت لك الماتش وحش، ارجع شوف الماتش، ماتش حلو. انت عايز تعمل ماتش زي ده وزود عليه بس 5 دقايق بس، مش اكتر من كده. لا عمك سينا بقى ايه، انا عايز ده يضربني وده يضربني وده يطلع وده يطلع، انا عايز اعمل كده. طب انا خد عايز يا عم كل شيل يا الجادجمنت عم دي الماتش. يضربوني كلهم، اه انت رجالتهم بحارمهم بعيالهم بيهم كلهم يطلعوا يضربوني. عتا بقى وخلاص يعني يا عم، اوكازيون ده اللي بقول نفسه لك في لقطة يجي ياخدها. س- لا سينا كان مقرف قوي في الفتره دي بجد، كان مقرف مقرف يعني. الماتش ده اصلا انا اول ما عرفت ان هو، انا قلت يا ده عبثيات بخ بقى. لما عرفت بعد كده ان سينا هو الفكره دي فكرته، والموضوع ده كله هو اللي كان عايز يعمله، قلت له ميتين امك يا عم، انا راجل قلت يا ريته، غلطان ده يا عشان. ريته دفن دوم. والله العظيم قلت يا ريته دفنه، زي ما مش هو كده كده كان بيتقال عليه ان هو بيدفن الناس، يا ريته كان دفن دوم في الماتش ده. يا عم اي ماتش عادل يا عم وخلاص، الماتش عادي، ما مش عايزين حاجه تانية، كان لا عملوا لا، ماتش عادي وخلاص، زي الماتش خلصانة بتاعهم بتاع بصراحة. الرو ده، ماتش عادي. ماتش عادي، ماتش عادي خالص صح. اه، وسبوتين ومش عارف ايه وبتاع وانتهينا، وهيبقى ماتش حلو. على فكره الماتش بتاع الرو ده حلو، ده حتى ميلزر ما اعرفش مديله 4 نجوم، يعني هو مقتنع بيه حتى. انا مش اللي هو عارف ما ازاي بيقتنعش الصراحة. انا اللي هو الماتشين اللي هو بالنسبة لي اصلا زي الزفت. اللي هو ميلزر اصلا اللي هو مش بيطيق دوم زيك كده. اه، انت فاهم، وكان مقتنع بالماتش ده ان هو ماتش جامد. مش ف عارف مش عارف ازاي انا ما بطيق، انا الماتشين ما بطيقهمش. لا هو الماتش بتاع سيرفايفر سيريس الوحش، اه، وانا مش هحمل الاتنين اي حد وحشين. اي حاجه غير سينا ان هو السبب في الماتش ده. زي ريس المنيا كده، هل انت ينفع تحمل راندي او كودي ان الماتش بتاعهم ما طلعش قد كده؟ استحاله. الراجل المنتج هو السبب في منه القرف لله ده. والله. بس هو نفس الكلام كده، انا مش هينفع احمل سواء بقى دوم ولا ليف ولا اي حد من الناس دي. الناس دي ما عملتش حاجه غير اللي هو المفروض منهم يعملوه. بص انت هتطلع تعمل كذا ماشي، بس مين بقى السبب العك ده؟ عمك سينا بس، ميتين ابوه بقى. عشان كده لما اتفرجتش على ماتش اعتزاله مش هتفرج عليه. مش مس... مش مش مسامحه مهم، ولا هو مش مهم تتفرج عليه صدقني. احسن برضه. انا بقول كده. مجملا يا صاحبي العرض يستاهل ان هو يتقال عليه احسن عرض في تاريخ باكلاش. انت شايف ايه؟ بس عايز اسال، لا العرض حلو. عايز اسالك بقى سؤال بقى، ايه الفرق بقى ما بين العرض دلوقتي من 2007 والعروض بتاعت دلوقتي؟ هقول لك يا صاحبي، عندك الجمهور بقى مختلف جدا ما بين عرض 2007 وعرض دلوقتي. س- جمهور زمان سيبك كان سيبك هارد كور قوي وانفستد قوي جوه الماتشات. ماشي. سيبك من الجمهور، دي حاجه انا مش هقدر اتحكم فيها، او انا ماشي. كدبي دبي مثلا مش هقدر الناس اتحكم فيها، الناس فانا اللي مش كانت بتعلق مش واللي بتدي روح للماتش، انت دلوقتي مايكل كول بيموت لك اتخنها ماتش. صح. مايكل ده كول اول وويد حاجه انا. باريت يموتوا لك اتخنها ماتش. انت ما هي دي فاهم؟ دي دي من دي من اول الفروقات فعلا، او ما في تقريبا 4 او 5 فروقات، اولهم التعليق زمان والتعليق دلوقتي فرق السما من الارض. مايكل كول ده بقول بكتير. لك انا ببقى عايز اكتم الصوت. باشا باشا يا عم، عرض راس المنيا اللي فات ده يا لا باشا. الماتش بتاع معلم دومي فين؟ يعني غير ان هو اصلا يعني ان هو بيموت لك رتم الماتش. تمام، ومش بيحمسك على الحركات ولا الكلام ده كله، لا هو في حركات كتير خلاص الراجل نسيها. لا وباشا ما ومهما فيش. كان بقى ويد بارد بيحاول ولا كوري بيحاول، مفيش. هو احسن معلق اصلا موجودين في الدبليو دبليو هو جو تستور في سماك داون. هو ده اللي المفروض يتحط اصلا في العروض الشهريه، لانه هو كان احسن في من ما مايكل هو كان كول. في رو في الاول، ما كان في رو بعد كده نتفليكس قالوا لهم لا لا عايزين مايكل كول هو اللي يجي. المفروض هو يتحط مكان مايكل كول في العروض الشهريه، ويبقى هو لا اللي بيحطوه بيوصف مذيع بره. بس. اه لا هو احسن لا من كان مايكل في كول. واحد مايكل كان في كول واحد باشا. فاكر باشا فاكر المعلق اللي كان في الانكس تي بلاك اند جولد. اه كان اسمه مارولو مورينو مش مش عارف. عارف ايه كده. ايوه، اه الراجل ده دلوقتي مش عارف بيعلق تقريبا امريكان فوتبول حاجه كده، بيعلق لا بيعلق حاجه اه كبيره لا فشخ لا في اس بي ان. اه لا الراجل ده كان التعليق في الدبليو فشيخ. دبليو دلوقتي، الراجل ده كان زباله فشيخ. يعني. زباله يا عم، ايه دبليو قعدت عندها تعليق يعني، اكس لا كاليبر ده ايه احسن ده، من مايكل لا كول 1000 بقول لك مره. ايه دبليو انت مفكر ان مايكل كول وحش؟ لا ايه دبليو وحش والله بكتير. احسن من، بقول لا لك لا ايه، لا انا سمعت لا تعليقات اي دبليو. لا 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 اكس كاليبر احسن من مايكل كول ده 1000 مره. لا اه والله اكسكاليبر وتوني توني شيفاني وتاز الثلاثه عايزين ضرب الجزمه، وايام لما كان توني جيم روس جوفاني. معاهم كمان لا الدنيا كانت ميته قوي قوي
انا ما بتحمسش. توني جوفاني ده اللي هو خرا راخر احسن بقول لك ايه، اي حد احسن مايكل كول ده باشا باشا، ما تسمعوش اصلا تبقى عايز تقفل الصوت. انت هو لما توصل مرحله ان انت عايز تقفل الصوت اعرف ان ده مش تعليق خلاص بقى، احنا التعليق وصلنا قمه فعلا، البشاعه. التعليق فعلا بقى سيء. بس عايز اقول لك ف حاجة على نقطة التعليق بصراحة. بص، دي حاجة انا يعني عملتها من بعد، مش من اول ما بدأوا العروض بتاعة السعودية، لان عروض السعودية كانت هي اول عروض كان فيها تعليق عربي. ماشي. الكلام ده مثلا ايه، بنتكلم من 3 سنين تقريبا. بقيت العروض اللي في السعودية بالذات بجيب التعليق العربي بتاعها. المعلقين مش هقولك وحشين، ماشي، بس تحس ان هما بيكلموا الفئة، يعني الفئة اللي بتشجع الدبليو دبليو في السعودية، مش عارفين يبقوا يوصلوا لفئة اكبر من كده. طب هو في اكتر من انت تقول ان المعلقين العربيين اللي احنا هنبدلهم اننا بقى ناخد مكانهم ان شاء الله في المستقبل يعني. ان شاء الله هناخد مكانهم يا في صاحبي، ان شاء احسن الله. احسن من مايكل كول يعني، في بعد كده ان انت لا، تقتنع ان هما مش مايكل كول مش ده قصة معلق احسن من افضل. مايكل كول، لا، انا كنت بتابعهم، والله انا عايز احسن والله. اتابعهم. انا عايز اتابعهم لهدف، انا عايز اعرف فعلا هو مستواهم فين. بس لا بس وهم انا برضو احسن. لاحظت فيهم حاجة، ان لما كانت العروض على شاهد، كان ليهم طريقة. تمام. كان لهم طريقة في التعليق. العروض لما بقت على نتفليكس، حاسس ان هم خدوا نفسهم اكتر. بس برضو هم مش عارف هم محكومين ولا هم اللي حاكمين نفسهم، ان هم بس يستهدفوا الكلام، او الحاجات اللي ما بيفهمهاش غير الجمهور السعودي. ودي حاجة يا عم بصراحة اصلا، مضايقاني فيهم. يا عم لما كانوا على الشات اصلا كانوا بيفوتوا حاجات، بيفوتوا اللقطات اللي فيها. انا مش هفتكر الماتش بتاع سمر اسلام بتاع ريا وليف. لا، ده ما لما فيش ما فيش. لما كانت ريا عماله تلحس في دوم، ولا لما اه، دوم بس لف في الاخر كانوا بيقصوا الحاجات دي كانوا والتانيين بيسكتوا ساكتين اصلا. كانوا بيسكتوا. اه بيعلقوش. اه. لا، فالتعليق يعني كان. انا دي بص، دي يعني انا حتى ساعتها كنت كتبت على تويتر هم كويسين بس لسه قدامهم مشوار طويل. هم فعلا يعني مشكلتهم فعلا ان هم حاصرين نفسهم قوي جوه السعوديه. لا، مش عارفين يلاقوا لغه يكلموا بيها بقيه الدول العربيه. فالتعليق طبعا، التعليق انما زمان احنا كفايه تعليقنا جيم هيبقى في روس. مستوى تاني يا صاحبي، احنا كده كده احنا الاتنين تعليقنا انا هيبقى في انا مستوى احنا تاني. هنوصل للمريخ انا بالتعليق بتاعنا دوت يا احنا باشا. يا باشا هنطلع من الاستاد على الحبس باللي احنا هنقوله. احنا ما بنكفرش حد. مش هيخلونا ننزل حاجه تاني. انت اصلا بعد اول ماتش بتاع بخ يا ابني بس خلاص تعالى. تعالى يلا. مش هيكمل العرض خلاص، مش هنكمل ايوه العرض بس. اصلا. انت بتقول لي بعد العرض، انا مش هنكمل العرض اصلا. انت عارف لما يجي يكسروا لما يجي اتنين في ماتش ويكسروا الترابيزه بتاعه التعليق بتاعتنا، انت فاهم احنا هم هنتخانق هيحطونا معاهم. الاول. لا هم احنا هيحطونا الاول وبعد كده يكسروا الترابيزه علينا. انت فاهم. احنا هنتخانق معاهم، اللي هو انتوا كسرت لنا ترابيزتنا ليه يا ولاد الجزمه؟ انت فاهم؟ امال احنا هنقعد على فاكر ايه دلوقتي؟ فاكر مان كايند لما وقع من على البتاع، من على السلف، هي اللي نزله اه، صوت تيكر. وما كانش كانوا معلنين الاسبان باين. ما ايوه، كان كانش حد قال لهم الاسبان. ان هو هيقع، وقع على واحد فيهم، هو هيعملوا فينا كده. لا، بس التعليق بصراحه نقطه مهمه، بصراحه كويس ان انت اتكلمت عنها. اه لا. التعليق لا بقى وجيم سيء. روس. ما فيش حد هيجي زي جيم روس يا جدعان. بصراحه سيبك من جيم روس بعد ما بس كبر شويه وراح بس اي جيم دبليو روس، وبتاع. ايه دبليو ملناش دعوه بيه. وجيم ما انا روس بقول لك سيبك. اخر، يعني جيم روس لحد 2010 انا كنت بتبسط بيه جدا بصراحه. سيبك لما جيم روس كبر شويه وبتاع، جيم روس ما جاش زيه ولا هيجي زيه في المصارعه يا ابني. انا في ماتشات فاكرها، وفي لقطات من ماتشات فاكرها بسبب تعليق. يا معلم، انا اكتر جمله فاكرها، واتش اوت واتش اوت واتش اوت، عارفها دي؟ ايوه بتاعت جيم روس. ايوه. دي انا لا عمري ما كان له هنساها. حاجات كتير. اه، لا دي انا بقول لك عمري ما في هنساها. ماتشات، في ماتشات انا فاكرها بسبب تعليق. يعني في اه، ماتشات انا فاكرها ولقطات فاكرها وانا ما شفتهاش من سنين، ممكن اكون ما شفتهاش من وانا صغير، فاكرها بسبب تعليق. عارف كده ايه؟ زي برضو في الكوره كده في هو ماتشات. عصام الشوال. انت مش يعني في جوان انت مش هتنساها بسبب التعليق. يعني مثلا جون بيل في برشلونه بتاع هريب شات.
انا استحاله انسى الجون ده بسبب التعليق ده اصلا. انت فاهم. بالظبط اه. وهكذا. فجيم روس كان كده، فما حدش هيجي زي جيم روس. وهو واللولر كانوا عاملين تاج تيم فشيخ. بالظبط. فاحنا وحتى التعليقات كلمتك في الجمهور وكلمتك في في التعليق. التعليق. هقول لك يا معلم كمان بتاع ده المنتجين والبوكرز بتوع الماتشات كانوا اجرأ زمان. ماشي. المصارعين كان بتاع ده كان في ما بينهم كيمستري. دلوقتي بقت قليلة قوي ان انت تلاقيها في الدبليو دبليو اي. ما انا اتكلمنا عن الموضوع ده بسبب ان الهاوس شوز بقت قليله، والكلام ده اتكلمنا بالظبط. في الموضوع ده كله. بس انا لا وغير اكتر كده كمان حاجة كانت يعني لافتة انتباهي فعلا في ساعتها الجمهور فعلا كان مستثمر في المنتج بطريقة ان اي عرض انت لو شفته ان هو حتى لو الناس مقيمة ان هو او شايفة ان هو عرض يقرف الكلب. يعني العرض اللي كان فيه الماتش بتاع ايدي جريرو وجي بي ال بتاع حمام الدم ده. تمام. يعني ده متصنف من اسوأ عروض الدبليو دبليو اي في التاريخ. انت لو هو اتفرجت العرض عليه. هو العرض ما فيهوش غير الماتش ده اصلا. بالظبط. وانت لو شفت الجمهور في الماتش الجمهور ما عادش طول العرض الجمهور ما عادش قاعد بيشجع. الجمهور واقف على رجله. انما دلوقتي ايوه. دلوقتي الجمهور انت الناس بتروح هو الدخلة وبعد الدخلة لا وسيبك من هو الدنيا لو ما فيش ميتة. حاجه مهمه، لو ما فيش حاجه مهمه في الماتش الجمهور ما مش بيفوقوا هيسيطر ما على هم ما الكلام ده. بيفوقوش بقى غير ايه عند الواحد اتنين تلاتة. عند اه هو لا. فينش الماتش الناس تفوق. انما اه. تلاقي الدنيا آه. مختلفة فين؟ لما يروحوا اوروبا. لما يروحوا امريكا الجنوبية. اتفرج على الجمهور هناك عامل ازاي لان لسه ما هو الجمهور لان مستثمر في لان المنتج. الجمهور، لا مش موضوع مستثمر في المنطقه. الجمهور هناك متحمس. هو عرض في السنه، او عرض كل فين وفين. انت ايوه فاهم. ففكره الجمهور، هو راس المنيا الجمهور بتاعهم ان هم بيجوا اه لهم ده راس المنيا. الجمهور بقول لك عشان الناس اللي بره، هو يعني ايه هو عرض واحد هيشوفوه، مش عارفين هيشوفوا العرض التاني امتى. انت فاهم. فبيكسروا الدنيا وكل حاجه وبتاع. انت فاهم. فتلاقي الجمهور بتاع اوروبا حتى بتاع السعوديه جامدين فشخ. الجمهور الامريكي تعبان، اسوأ جمهور. ده حقيقي بس جمهور حته امريكا. الجمهور، بس لان بس لان انا فعلا مستغرب. زمان. بس انا مستغرب برضو جمهور امريكا ما بين عروض الدبليو دبليو اي وبين عروض اي دبليو. ما هو نفس جمهور امريكا في عروض اي دبليو. لا انت بتلاقي الجمهور في عروض داينامايت وكوليجن واقفين على رجليهم. ما هو لان برضه يعني شوف اسعار التذاكر هنا واسعار التذاكر، الفئه اه اللي بتروح هنا مش ده زي الفئه حقيقي. اللي بتروح هنا. انت هي فاهم. اسعار التذاكر اللي بقت متحكمة في كل حاجة بصراحة. الموضوع اه بقى صعب. بس الراجل بيدفع $30 $50 ده هيروح يكسر الدنيا. الراجل بيدفع 400 او $500، يعني هيروح يتعب نفسه ليه اصلا؟ هو تذاكر جاي راس جاي. المنيا اللي فاتت اصلا اه قتلت اي امل في ان يجي لك جمهور عدل. جاي يتفرج كأنه جاي يتفرج على سينما، على فيلم. انت فاهم. ايوه بس بالظبط. فهي الفكرة في كده. معلم انا كان اكتر حاجه مضايقاني ان بعد راس المنيا لما كانوا بقى بينزلوا فيديوهات بقى عندهم على تويتر اللي هو الاماكن اللي كانت بتعرض فيها راس المنيا وتلاقيهم اكتر مكان جايبين منه فيديوهات اللي هو ايه حمام سباحه في فندق وحاطين لهم شاشه كبيره والناس قاعده في حمام السباحه وعماله تتفرج على راس المنيا. هو ده الجمهور اللي انت عايزه؟ فين الجمهور ايوه يا عم. الحقيقي يا ابني اللي انت كنت بتستثمر فيه؟ ده اللي تيكي او عايزاه يا باشا. وترجع في الاخر تقول لك عايزين نخفض النفقات ونمشي الناس. عبس عبس والله العظيم يا صاحبي عبس. انا اتبسطت معاك يا ف صاحبي الحلقة دي. وانا كمان